بيبدا الانمي بتاعنا بطلاب قاعدين على الشجره وبيستعدوا ان هم يهجموا على المعلمه بتاعتهم، وفعلا اول لما بتظهر بيهجموا عليها، ولكن هم بيهجموا كده في حاجه بتوقفهم في الهواء، ودوت يا صديقي بيكون السحر بتاع المعلمه بتاعتهم، والمعلمه بتاعتهم بتديهم ضربه بتوقعهم في البحر، عشان في كل مره بييجوا يهجموا عليها هي بتستخدم السحر وبتهزمهم شر هزيمه، ولما بيوصلوا للفصل بتقرر ان هي تعاقبهم وبتفضل تسيح في وشهم وبتقول لهم شغل النهارده هيكون 3 اضعاف يا فشله. وبالمناسبه المعلمه دي بيكون اسمها يوكوهيمو وبتصرخ فيهم حرفيا بتطيرهم بره الفصل، ولما بتبقى لوحدها صديقها المدرس بيقول لها انت ليه بتعامليهم بالطريقه القاسيه ديت، فهي بتقول له انت في النقطه دي انت معاك حق. وبعد كده بنشوف اصدقائنا اللي بيكونوا تعاقبوا من المعلمه، وهم مروحين بيفضلوا يتكلموا عن طموحاتهم واحلامهم، وبيتفقوا كلهم ان هم لازم يتعلموا السحر من معلمتهم يوكوهيمي، على العكس خالص ان هي بتدعي ان هي ما بتقدرش تستخدم السحر ولا اي حاجه، ولكن في كل مره هي بتيجي تستخدم عليهم السحر بتضحك عليهم وتقول لهم انا ما بستخدمش اي حاجه، وهم عايزين يتعلموا السحر علشان يقدروا ان هم يسافروا للعاصمه ويتسلقوا البرج بتاع السماء، ودوت حلم توتا اللي بيقرر ان هو يحوله الهدف عشان يوصل له. بعد ما بيتحمسوا كده واحد من الاصحاب دول بيقول لهم يلا بينا يكمل تدريب، ولكن توتا بيسيبهم وبيقول لهم انا في حاجه لازم نعملها الاول، وبيروح يزور قبر ابوه وامه لانهم ماتوا في حادثه ودخلوا بالعربيه في شاحنه كبيره جدا يا صديقي، وتوتا خسر ابوه وامه في الحادثه دي. المهم بعد ما بيقرر ان هو يمشي بيظهر شخص من وراه وبيقول له انا هبقى في انتظارك على قمه الجبل، وفي اللحظه دي توتا بيستوعب وبيبص للبرج، واول لما بيجي يلتف لوراه ما بيلاقيش الواد اللي كان بيكلمه. بعد كده بالليل بيكون قاعد هو ومعلمته يوكوهيمي، وبنعرف من ساعه لما ابوه وامه ماتوا المعلمه يوكوهيمي هي اللي بتتكلم في تربيته، وهم قاعدين توتا بيقول لها ايه يا معلمه انت مش ناويه تعلميني السحر ولا ايه، وهي بتعمل نفسها عبيطه وبتغير الموضوع، ولكن توتا مصر ان هو يتعلم السحر باي طريقه، لكن في المقابل هي بتنكر اصلا ان هي بتقدر تستخدم السحر. تاني يوم بقى بنشوفهم وهم بيترموا من الفصل زي كل مره، ويوكوهيمي بتقول لهم انتوا اصلا مش هتقدروا تتغلبوا عليا حتى 1 في المليون، وانسوا اصلا انكم تتعلموا السحر وتروحوا للعاصمه. هنا كلهم بيفقدوا الامل ان هم يروحوا للعاصمه بسبب ان هم مش قادرين يتعلموا السحر ولا يهزموا المعلمه بتاعتهم. بعد كده بيظهر المعلم دوت واللي بيكون اسمه ديك وبيقول لهم ما تشيلوش هم، انا من النهارده هعلمكم كل حاجه عن فنون السحر، واخيرا بيلاقوا حد ان هو يعلمهم فنون السحر، وبيجي المعلم ديك لتوتا وبيقول له انا هعلمك طريقه سريه تتعلم بيها فنون السحر بطريقه سريعه جدا، وانتوا طبعا هتسالوني ليه هو اختار توتا شخصيا، طبعا علشان هو البطل، فبيديله حاجه اسمها السوار، ولكن توتا ما بيكونش مهتم ولا فاكر اصلا ان دي هتتعلموا اي حاجه، ويوكوهيمي اول لما بتشوفها بتاخدها. وتاني يوم بقى بنشوف يوكوهيمي وهي ماشيه ولابسه الاسوار في ايديها ومش عارفه ده ايه اصلا، بتتفاجئ بهجوم التلاميذ عليها بفنون السحر، وفي اللحظه دي توتا ما بيكونش لسه وصل لهم. يوكوهيمي بتشجعهم وبتقول لهم ده انتوا جامدين جدا انكم وصلتوا للمستوى ده وقدرتوا انكم تكتفوني كمان. ساعتها المعلم ديك بيظهر وبيقول لهم ده انتوا جامدين جدا يا طلاب، ولكن يا صديقي الصدمه بيضربهم كلهم حرفيا، وبيقول ليوكوهيمي على فكره التنقل بشكل معلم دي طريقه ممله جدا، وبيظهر من وراه اشواك كتيره جدا وحاده وبيهجم بيها على المعلمه يوكوهيمي. ساعتها هي بتحاول تستخدم السحر عشان تدافع عن نفسها، ولكن بسبب الاسوار اللي هي لابسه ما بتقدرش تستخدم السحر بتاعها، وبنكتشف ان كل ده فخ كان مخطط ليه المعلم ديك، وفعلا الهجوم بيسيب يوكوهيمي في كل جسمها، ويوكوهيمي بتقول للديك يعني انت بتدور عليا عشان تحصل المكافاه صح، طب انت ازاي اصلا لقيتني؟ فبيقول لها من غير كلام كتير يلا ننهي الموضوع علشان انا مش هقدر اتكلم مع مصاص الدماء، وبيبدا ان هو يفعل السيف بتاعه علشان يهجم عليها. ساعتها توتا بيظهر وبيهجم عليه ولكن بدون اي فايده، بيظهر المعلم في حته تانية تماما وبيقدر ان هو يقضي على توتا. هنا الدم بينفجر في كل مكان وتوتا عمال يصرخ، وديك بيقول له انا اسف يا توتا ولكن قصتك ستنتهي دلوقتي، وبيفضل غرقان في دمه ولسه ديك هيقضي عليه. يوكوهيمي بتتحرك وبتقف قدامه وبتحاول تتصدى ليه، حرفيا المعلم ديك مصدوم وازاي ان هي قدرت تتحرك برغم الاشواك كلها اللي في جسمها ديت، ولكن ما بيستناش وبيهجم عليها بكل وحشيه بيقطعها الاشلاء حرفيا بدون اي رحمه، وكل ده قدام توتا اللي بينصدم يا صديقي ومش عارف يعمل اي حاجه وبيصرخ بكل طاقته، ولكن ديك ما بيسيبوش في حاله وبيطعنوا من ظهره وبيرقدوا على الارض هو كمان، وبيكون غرقان في دمه يا صديقي وحزين جدا، ولكن وفجاه في حد بيكلمه وبيقول له في ايه، وديت المعلمه بتاعته يوكوهيمي، وبنتفاجئ ان هي لغايه دلوقتي لسه عايشه بعد ما بقى كل جزء في جسمها في حته، وبتقول له ما تستغربش دلوقتي عشان ما فيش حد هيقدر يغلب المعلم ديك غيرك، لازم تنقذ بقيه زمايلك وما قدامكش غير خيارين، يا اما تنهزم هنا وتموت يا اما تقوم كوحش هايج خالد وتولد من جديد. وبتقول له انا عارف ان ده كله ده تقيل عليك ولكن ما قدامناش اي خيار تاني، يلا اشرب من الدم بتاعي. وفعلا يا صديقي بيبدا ان هو يلحس الدم دوت، وفي اللحظه دي المعلم ديك بيروح علشان يخلص على اصدقاء توتا، ولكن بيتفاجئ ان في ايد بتتحدف عليه وبيبعد عنها، وفعلا يا صديقي توتا بيتحرك وبيقول له انت لا لو لمست اصدقائنا هقتلك بطريقه فخمه جدا يا صديقي، وبيبدا ان هو يتطلق عليه ويتصدى للسيف بتاعه، ولكن المعلم بيطيره بعيد، والمعلم بيقول له ازاي انت لسه لغايه دلوقتي عايش، وبيفعل السحر بتاعه وبيهجم عليه وفعلا بيطير توتا فوق ده كله بيقطع له ايده، ولكن يا صديقي انت فاكر ان توتا يسكت عليه كده؟ لا والله بيقوم يا صديقي وبيلحم ايدين الاتنين في بعض وبينطلق على المعلم، حرفيا بيديله ضربه بيطيره يا صديقي بيشقلب بالعربيه حرفيا، وبعد كده بيقع ويغمى عليه يا صديقي، وبعد كده بيلاقي المعلمه يوكوهيمي بتقول له انت عملت اللي عليك يا توتا، وبعد كده بيفوق بيلاقي نفسه على رجل معلمته، فبيسالها هو ايه اللي حصل، فهي بتقول له ان هو قدر ينقذ اصدقائه بقوته الخاصه، وبتبدا تفهمه ان هو دلوقتي بقى خالد، وبتبدا ان هي تكشف عن حقيقتها وان هي اصلا مش اسمها يوكوهيمي، وان هي عايشه بقى لها 700 سنه والاخر ان هي مصاص الدماء، وابوه وامه ما ماتوش في حادثه زي ما هي مفهمه ولكن هم قتلوه،
وبتفضل يا صديقي تبكي. فبيقول لها توتا ما تبكيش، انا مش متعود اشوفك بالطريقه ديت، وخلودك دي حاجه مفرحاني جدا. واخيرا هدف توتا بيبدا يتحقق، وبنشوف هو والمعلمه بيستعدوا للانطلاق للعاصمه وبيودع اصدقائه. يوكوهاما هم ماشيين بتطرح عليه سؤال وبتقول له انت ايه اللي هتعمله لما توصل لقمه البرج. ساعتها بيشوف الشخص اللي قابله قبل كده وبيقول لها ما تقلقيش، اكيد في حاجه جامده جدا مستنيين على قمه البرج. هم دلوقتي يا صديقي في طريقهم، وبيسالها ليه احنا ما خدناش مواصلات. فهي بتقول له ان هم لو ركبوا المواصلات هتبقى فريسه سهله جدا لصيادين الجوائز. وبعدين انت شكلك متحمس زياده عن اللزوم لكده. فبيقول لها اكيد احنا رايحين لمكان جديد وهنكتشف اصدقاء جداد. وبعد كده بيقعدوا في مكان كده وبيستراحوا، وهي بتفهم توتا ان بعد ما بقى خالد زي ما انت عارف كده هتفضل عندك 14 سنه للابد، فلازم يختار اصدقائه بعنايه علشان ما يندمش في الاخر. المهم ما بيسمعش كلامها وبيروح يستحمى في احد الانهار، وهو مع نفسه كده بيدرك ان اصحابه ملامحهم هتتغير وهيكبروا الا هو هيفضل في سنه دوت. وبتصير فجاه بشخص بيهجم عليه ولكن بيتفاداه وبيكتشف ان هي بنت، ولسه ما كملش كلامه بتهجم عليه تاني وبتديله في وشه وبتقول له فتاه مين يحول انت ايه. وبعد كده بنشوفهم ماشيين مع بعض وبنعرف يا صديقي ان الشخص دوت اصلا راجل، والشخص ده بيحط سيف على رقبته وبيقول له مين اللي مره انت ولا ايه. فبيقول له معلش انا اسف. والشخص ده بالمناسبه يا صديقي بيكون اسمه شين، وبيقول له انا اول مره اشوف واحد في سني بيتجنب السيف بتاعي. وبيسال توتا شين هو جاي منين، فبيقول له انا جاي من البرج. فبيتحمس توتا جدا وبيقول له ازاي يا ابني ده انا حلم اوصل لهناك. وبيساله انت اكيد نزلت من المصعد صح ولا لا، ارجوك احكي لي كل حاجه بتحصل فوق. وبالمناسبه يا صديقي الشخص ده بيكون اسمه شين وكورمي، فاحنا هنسهل الموضوع هنقول له كورمي. فبيقول له كورمي انا اتطردت من فوق اصلا ومش هينفع ارجع تاني غير لما اقبض على الفريسه بتاعتي. فتوتا بيساله هو مين الشخص اللي انت بتدور عليه دوت علشان تقضي عليه. فبيكمل وبيقول له انا بتكلم عن مصاصه الدماء. مصاصه الدماء عايشه بقالها 700 سنه واسمها هو الانجل المظلمه. وتوتا اول لما بيسمع الكلام ده بينصدم، وساعتها يوكيمي بتظهر وبتقول له انت كنت فين، انا كنت بدور عليك كل دوت. وكورمي اول لما بيشوفها بيهجم عليها بالسيف، ولكن يا صديقي انت بتعمل ايه، بتصده حرفيا بصباعين. فيوكيمي بتقول له انت من مجموعه النساء اللي حاملين السيوف صح ولا لا. وبعد كده بيقول له توتا انت مصاص دماء صح ولا لا، انا بنحدر من عشيره بيعرفوا بالصيادين الخالدين، من واجبنا ان احنا نعيد الاشرار للظلام. وفعلا يا صديقي بيبدا يجمع قوته بيهجم بالحجر القاطع، ولكن انت بتعمل ايه يا صديقي. يوكيمي حرفيا خرمت بطنه وتوتا بيكون قلقان عليه، لكن يوكيمي بتقول له بص عليه، بيلاقي ان الجرح بتاعه اتلم في لمح البصر. وساعتها بيفوق بيقول انا لازم اهزمك يا يوكيمي. وبعد كده كرومي بيتذكر واحد بيقول له انت لازم تقتلها باي طريقه، لو انت فشلت في المهمه دي ما ترجعش هنا تاني، فاهم ولا لا. ويا صديقي اللي بيكلمه ده بيكون اخوه. بعد كده بيرجع ليوكيمي بيقول انا لازم اقتلك، وهي بتقول له تمام لو هزمت توتا انا هواجهك. وفعلا يا صديقي الاثنين بيبداوا في المواجهه، وكرومو بيبدا ان هو يهجم عليه، ولكن حرفيا توتا بيتفادى كل هجماته. ولكن توتا بيقول له انت ايه السبب اللي هتخليك تقتلني، ولكن يا صديقي ما بيسمعش كلامه وبيقول له انا لازم اقتلك باي طريقه من الاشكال عشان اواجه كاي. فبيرد توتا بيقول له انا مش شايف غير بشرط واحد، وهو ان الفايز لازم يطلب من الخاسر طلب لازم يعمله، وكمان هو مش معاه سيف عشان يحاربه. فبيرد عليه كرومو بيقول له تمام يا معلم يلا بينا نبدا. وفعلا توتا بيبدا يهجم عليه وبيديله بالرجل في وشه، وفوق كل ده وبينط وبيديله بالبنيه في دماغه، وتوتا عمال يهجم عليه ولكن كرومو بيتصدى ليه. وفعلا هو اللي بيقلب الطاوله عليه وبيضرب فيه، وبيبدا ان هو يجرحه في ظهره. ولكن يا صديقي توتا ما بيوقفش على كده، وبيبداوا هما الاثنين يتشابكوا مع بعض، ولكن كرومو بيقدر ان هو يحلل الموقف، ولمح البصر بيقدر ان هو يقطع دماغ توتا. ولكن يا صديقي انت بتعمل ايه، توتا حرفيا بيمسك دماغه وبيحطها مكانها وبيقول له دي محاوله وكويسه، وبيديله بنيه حرفيا بيجيبوا الارض يا صديقي. ولكن كرومو يا صديقي بيقوم ولا كان في اي حاجه، ولكن بيقول لتوتا يلا قتلني يلا قتلني. وكرومو بيقول له ايه الطلب بتاعك، لكن توتا بيمد له ايده وبيقول له الطلب بتاعي انك تكون صديقي يا كرومو. وبعد كده بنشوف توتا هو وكرومو قاعدين في البحر، وتوتا بيقول له ايه السبب انك تيجي هنا وعشان تقتل يوكيهيمي. فهو بيعرفه ان عيلته بتكرهه جدا علشان هو خالد. فتوتا بيقول له ما تزعلش يا معلم انت ممكن تيجي معانا علشان احنا برضه خالدين زيك. وتوتا بيقول له انا بتكلم معاك بالصراحه ديت علشان انك صديقي. فبيستغرب كرومو بيقول له انت ازاي يا اسطى بتكسب الاصدقاء بالسرعه ديت. فبيرد عليه بيقول له انت مش اي شخص انت صديقي. وتوتا بعد كده بيقول له يلا بينا نروح ليوكيهيمي. فهو بيقول له لا يوكيهيمي من افضل مصاصين الدماء في العالم وهي مرعبه جدا. فتوتا بيقول له علشان كده يلا بينا نروح لها. واول لما بيوصل هناك يوكيهيمي بتفعل عليه رمح التلج، وحرفيا يا صديقي التلج بينزل عليه من كل حته. وفي اللحظه دي كرومو بيتاكد ان هي حرفيا مصاصه الدماء المشهوره، وتوتا بيقع كده فكرومو بينط وبيروح يمسكه. وتوتا بعد كده بيقول لكرومو يلا طلعني لفوق. بيقول له تمام، وفعلا بيودي لي هناك يا صديقي. وكرومو بعد كده بيقول انا اسف يا اخويا ولكن انا حاسس ان انا لقيت المكان اللي انا انتمي ليه. وتوتا بعد كده بينادي على كرومو بيقول له تعالى. وكرومو بعد كده بيروح ليوكيهيمي بيقول لها علميني من فضلك، وهي بتقول له تمام. وحرفيا يا صديقي توتا فرحان جدا ان هو بقى معاه اصدقاء. وهم ماشيين كده توتا بيقول على ما اظن كده احنا ما بنوصلش اصلا للجبل. وتوتا بعد كده بيسال يوكيهيمي بيقول لها على ما اظن كده ان في خالدين كتير جدا في العالم. فهي بتقول له على ما اظن وتوتا بيقول لها تمام احنا عايزين نجمع الخالدين كلهم ونبقى اصدقاء، وبعد كده نكون فريق، واحنا لو بقينا خالدين هنعمل فريق ونساعد الاشخاص التانيين. وبيقول احنا بنتمتع بقوه جباره جدا ومش هينفع ان احنا نرميها في فاضي. والاثنين على ما اظن كده بتعجبهم الفكره وبيقولوا له تمام يا معلم. ويوكيهيمي بتقول على ما اظن كده ان سمعت الفكره ديت من واحد انا اعرفه. وفجاه هما بيتكلموا كده في عربيات كتيره جدا بتقف قدامهم، وفي عربيه واحد بينزل منها وبيقول لها معلمه يوكيهيمي. وبتنزل البنت دي وبتقول لها شكرا جدا يا معلمه يوكيهيمي علشان احنا اتقابلنا تاني. والعربيات التانيه بتقف وبيفرشوا لها سجاده حمراء. والبنت دي بتقول لتوتا انت الشخص اللي يوكيهيمي يحتني بيه سنتين، انا لازم اقتلك في المكان اللي انت عايزاه. فبيقول لها
تستلمين يا ست انت. وبالمناسبه البنت دي بيكون اسمها كارين، وبتقول لها ما تقتلوش دلوقتي، وبعد كده بتقول لتوتا هو ده اللي انا كنت عايز اقول لك عليه اصلا، انا كده كده عملت منظمه للخالدين، العائله الخالدين حاملين اليوكيهيكي. كان بيشوف توتا ويوكيهيمي وهم رايحين للبرج وهم راكبين سفينه خاصه تابعه لمنظمه يوكيهيمي، وكارين بتسال يوكيهيمي انت ازاي قدرتي تستحملي سنتين مع ابن العبيط دوت. يوكيهيمي بتقول لها على ما اظن انتوا الاثنين فيكم شبه من بعض. فكارين بتقول لها يعني ايه شبه من بعض، وضحي لي بس. بترد عليها يوكيهيمي وبتقول لها ممكن تكون القوه الخالده اللي عندكم انتوا الاثنين تعتبر الاقوى هنا، ولما البشر ينقرضوا ساعتها ممكن تكونوا انتوا الاثنين الوحيدين الناجين على الارض. وبعد كده بيوصلوا للمكان السري بتاع يوكيهيمي، وفي واحد من الحراس كتير وبتوع قدامه، فبيقرروا هما الاثنين ان هما يساعدوها، بيشيلوا اكياس الزباله وبيرموها في الزباله. وتوتا بيسالها هو انت خالده، فهي بتقول له لا ده انا مجرب بنتي بس هنا عاديه. توتا بيتفاجئ وبيقول لها هو في ناس هنا كمان عاديين، فهي بتقول له لا الموضوع كله ان انا حالتي خاصه بس. وتوتا بيقول لها انت وراكي اي شغل تاني هنساعدك فيه لو مش هنضايقك يعني. شينمي بيقول له اخرس احنا هنعمل ايه دلوقتي في الاختبار اللي قدامنا. توتا بيقول له يا عم ما تشغلش بالك دلوقتي، انا هفكر في حل كويس جدا للموضوع دوت. وبعد كده بيكملوا مساعده للبنت ديت واللي اسمها يوجي، وهم شايلين شويه صناديق كده، هم الاثنين بيسمعوا الصوت جاي من الكهف دوت، وبيدخلوا الكهف دوت وبيلاقوا واحد قاعد كده وشكله صديقي سكران طينه، وبيكون في سيف جنبه راسخه في الارض، والراجل ده بيقول لتوتا انا من حمايه يوكيهيمي ورقم هو 2 واسمي هو شيندو، وبيسال مين فيكم هو توتا. فتوتا بيرد عليه بيقول له انا. شيندو بيقول له روح اسحب السيف ده، لو عرفت تسحبه ساعتها هيكون بتاعك. السيف ده عباره بينجح ان هو يرفعه بكل سهوله. شيندو بيستغرب حرفيا ومش مستوعب ازاي اصلا قدر ان هو يرفعه بكل السهوله ديت. توتا بيقول له انا سمعت ان في حد قال لي على السر اللي موجود في السيف دوت، يا ترى مين يا جماعه الشخص دوت؟ والسيف بيتكلم وبيقول له انا اللي كلمتك كده. توتا بيترعب اول لما بيسمع كده لان دوت هو كوروبو. شيندرو بيقول له ان المفروض ما كنتش قلت للناس عن الموضوع دوت. كورومو بيقول له انا حاسس بامل كبير جدا عند الواد دوت، انا بقالي 10 سنين يا ابن الصرم ما حدش يستخدمني. هو مش السيف بيختار مختاره ولا انا متهيألي؟ المهم يعني بيكمل كلامه وبيقول له انت ممكن تعلم الواد ده كل حاجه عني وكيف يستخدمني. وبعد كده توتا بيرمي السيف لشيندرو، ولكن شيندرو بيقول له انت لازم تتعلم استخدام السيف دوت، وبيرموا له تاني كل المكان حرفيا. وبيقول له توتا كل ما تزود تقل السيف بتاعك كل ما هتكون اقوى واشد، وكمان انت محتاج تتدرب علشان تسيطر عليه. وبعد كده الاثنين بيتحمسوا لحد ما بيخلصوا وبيروحوا للاختبار، وشينمي بيروح يواجه ماكابي وبيروح يهجم عليه، ولكن يا صديقي بدون اي فايده، مفيش تغيير حرفيا. وماكابي بيصد كل هجماته وبيقول له ان مهاراتك وحركاتك بقت احسن من الاول، وبيتوالد ضربات ما بين الطرفين، وماكابي بيقوم وبيخلي ماكابي ان هو يقطع له ايده ويطعنه، وشينمي بيخلي ايده المقطوعه تطعنه من وراه، وكده شينمي هو اللي فاز على ماكابي. وبعد كده بنشوف توتا وكارين، واول لما بيشوفها بيروح يهجم عليها وبيستخدم 1000 كيلو، وهي بتتصدى ليه وبتقول له ان السيف بتاعك تقيل جدا، والاثنين يا صديقي حرفيا نازلين ضرب في بعض، ولكن توتا بيستغل ان هما الاثنين متشابكين مع بعض وبيغير تقل السيف بتاعه، وفعلا بيهجم عليها وهي بتتفادى الهجوم وبيشنكلها على الارض، ولسه هيهجم عليها الا هو بيسمع صوت يا صديقي يوجي بتصرخ، فهو على طول بيجري عليها، وبنروح يا صديقي ليوجي اللي فيه وحوش بتهجم عليها، وتوتا وكارين هما الاثنين بيوصلوا لهناك وبيخططوا. لكن قبل ما نكمل الفيديو يا ريت يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو ينزل، لان اليوتيوب حرفيا مش بيشجع قناتنا مع ان المحتوى قوي. كل اللي عايزه منك انك تكتب اي تعليق، شخبط اكتب اللي تكتبه، واللايك يا صديقي وبس. كمل عليهم يا صديقي. وفي اللحظه دي يوكيهيمي بتظهر وبتقول له جامد جدا يا توتا، وبيسال توتا عن الوحوش اللي بتظهر ديت، فهي بتقول له ان هي بتعتقد ان الوحوش ديت من الاسفل، بس الاكثر اهميه من دوت انت عملت ايه في الاختبار؟ الشمس دلوقتي غربت رسميا والواد حرفيا بينصدم مكانه، وهو بيقول لها توصل اليك اديني بس 5 دقايق بس. يوكيهيمي على طول بترفض الطلب ده على طول، وكارين بتقول لها لو حسبت الضرر اللي هو سببه لها في اللبس بتاعها رسميا نقدر نقول اللي هو حقق ضربه ليها. وتوتا بيفرح وبيقول لها يعني معنى كده ان انا كسبت. كارين بتقول له ايوه يا معلم انت كده كسبت. الواد بيفرح جدا ولسه هيكلمها الا هي بتديله بالبنيه في وشه، وبتقول له انا اعلى منك في حمايه يوكيهيمي، فيعني فخمها كده فخمني. وكلهم بعد كده بيفرحوا عليه وبيهنوه. يوكيهيمي بعد كده بتقول لهم بالمناسبه شكل كده في حد لعب في المنطقه السفليه وعمل حفره جدا في الجدار، وده اللي سمح للوحوش ان هي تخرج. يا ترى مين هو الشخص دوت؟ انا بطريقه من الطرق حطيت ختم طارق باستخدام سحر الجليد ومش هيستمر للابد، عشان كده همنحك انت يا توتا وكرومو مهمتكم الاولى، وروحوا للطبق السفلي وكده بتحبوا اللي موجود في الطبق السفلي، يلا روحوا جيبوه، وبتنزله هو كمان معاهم. وفعلا اول لما بينزلوا هناك بيلاقوا وحوش كتيره جدا وكلهم بيكونوا خايفين، ولكن في الاخر بيقضوا عليهم. وتاني يوم بقى بنشوف يوكيهيمي بتكلف توتا وشينمي بمهمه كده، وبتقول لكارين انت كمان هتروحي معاهم، وبتبدا رحلتهم الجديده. وهم بقى في الطريق شينمي بيسال عن الفقر اللي موجود في العاصمه، فكارين بتقول له ان في القرن ال21 الفقر كان متساوي في جميع انحاء العالم، لكن الاكثر فقر هربوا وراحوا للعاصمه، ولكن للاسف في ناس كتيره من الاغنياء عايزين يقضوا على الفقراء علشان فاكرين ان هم ممكن يسرقوا الفلوس بتاعتهم. توتا بيعجبه الكلام وبيقول لكارين انت طيبه جدا، ولكن هي بتضايق منه وبتضربه وبتقول له انا اكبر منك على فكره. وبعد كده بتشوف توتا بيجري على الكهنه والاطفال الفقراء وبيقول لهم محدش يخاف انا
جاي هنا علشان انقذكم. الكائنه بترد عليه وبتقول له مفيش داعي لانك تساعدنا لان القائد كاين عمل كده اصلا. وبعد كده بنروح نشوفهم هم بيلعبوا مصارعه الايدي والشخص اللي هيخسر هو اللي هيطبخ للاطفال. وبنهايه المباراه توتا هو اللي بيخسر وفعلا بيروح يطبخ للاطفال علشان ياكلوا. وهما بياكلوا بقى ساعتها الكاهنه بتتكلم وبتقول انا مش مصدقه انك قدرت تعمل كل الاكل الجميل دوت من المكونات بتاعتنا. فبيرد عليها شينمي وبيقول لها ايوه فعلا الاكل جميل جدا لدرجه ان انا ممكن اكله كله لوحدي. كارين بتقول له انت معاك حق الاكل جميل جدا ولكن للاسف الاكل مصنوع من شخص فاشل. فبيتضايق توتا جدا وبيقول لها انا مش فاشل وانا اتعلمت من اصدقائي في المدينه. وشينمي بيتكلم وبيقول لها احنا لازم نعمل مسابقه الايدي دي تاني عشان نخسره ونخليه يطبخ لنا تاني. فبيتضايق توتا كده جدا وبيقول له انا مش هطبخ تاني يا عم. فكارين بتقول له طب لو انت عايز تكسب اتدرب على الخطوات السريعه. وبعد كده بنشوف شينمي وكارين واقفين مع الكاهنه وشينمي بيقول انا عايز بس يا كارين اعرف انت بتفكري في ايه. فكارين بترد عليه وبتقول له ان بعد ما تتجاوز عدد السكان مليون شخص بدات المشاكل تظهر. وساعتها بتعيط الكاهنه وبتقول لهم انا عايز احترف بس بشيء للناس اللي كانوا بيحاربوا معانا واحنا عملنا كده علشان نستدعيكم تساعدونا لان في ناس جايه بالليل يخرجونا من الموطن بتاعنا. فبيرد شينمي وبيقول لها ما تقلقيش احنا هنا عشان نساعدكم. وبنروح بعد كده لتوتا وبنشوفه هو بيتدرب على الخطوات السريعه ومره واحده بيظهر قدامه شخص غريب وبيقول له انت بتعمل ايه يا غبي. التدريب بيبان من وش الرجال. فبيرد عليه توتا وبيقول له انت ازاي تدخل في حاجات مالكش دعوه بيها يا راجل عجوز انت. فبيرد عليه الراجل ده وبيقول له انا فنان عسكري وعايز اعرف بس انت بتعمل ايه. فبيرد عليه توتا وبيقول له انا بتدرب على الخطوات السريعه لان انا لازم اكسب مسابقه المصارعه الايدي. فبيرد عليه الراجل ده وبيقول له بص يا معلم انا هعلمها لك. وبيبدا ان هو يبعد مسافه كبيره جدا بخطوه واحده. وهنا بيتخض توتا وبيقول له انت ازاي سريع جدا للدرجه ديت. فبيقول له الراجل دوت ان القوه مش كل حاجه في المسابقات حتى بص يا معلم وبيفرجه. وساعتها الراجل ده صديقي بيجري في السماء برجليه. فبيستغرب توتا وبيقول له ده انت قوي جدا. فبيرد عليه الراجل ده وبيقول له انا اسمي كيتو لازم تعرف ان الخطوات من الخطوه السريعه هي الاولى واول حاجه لازم تستخدمها هي رجلك. بس تقريبا كده يا صديقي ان توتا فيهم غلط اصلا. وبنروح نشوفه بيطبخ للاطفال برجليه وبيعمل كل حاجه حرفيا برجليه. وبنرجع تاني يوم بنشوف كيتو بيتكلم مع توتا وبيقول له انا عايزك تعمل كل حاجه برجليك وما تستخدمش ايديك نهائي تماما. وبعدها بنروح نشوف توتا بيتكلم مع شينمي وبيقول له انا بعمل كل دوت علشان قابلت شخص اسمه كيتو وقال له ان هو هيساعده في التعلم الخطوات السريعه. وبيرد عليه شينمي وبيقول له اتمنى ان الكلام ده يكون صح. بعد كده بنشوف شخص بيتكلم مع كيتو وبيقول له انت اتاخرت ليه كده. فبيرد كيتو بيقول له اسف يا نجمو عشان بس كنت بدرب شخص شفته في العاصمه. فبيرد نجمو وبيقول له انا مش قلت لك يا ابني ما تساعدش اي حد لازم تعرف ان ده مش واجبنا هو ان احنا نتخلص على الخالدين. فبيتحول كيتو لذئب كده وبيخوفه وبيقول له على فكره انا صياد. وبعدها بنروح نشوف توتا وهو بينادي على زيكو سابو وبيقول لهم انا جايب لكم الوجبات ديت علشان عايزكم تبقوا صاحيين وتقدروا انكم تحرسوا. ولكن اول لما بيمشي في 3 اشخاص بيظهروا وساعتها بيخلصوا على زيكو سابو. وبعد كده بنروح لكارين اللي بتكون بتستحمى وبتكلم الكاهنه ديت واللي بالمناسبه بيكون اسمها كاسوشي. وبتقول لها انت متاكده ان المكان ده امن. ولكن يا صديقي المفاجاه بيظهر شخص غريب كده من ورا كارين ولما بيجي يهجم عليها لكن هي صديقي بتستخدم سحرها وبتصدى لكل الهجماته. وفوق كل ده بتقلب الطاوله عليه وبتاخد المسدس بتاعه وبتفضل تضرب عليه لكن هو بيتصدى ليها. وبتقول له انت مين وازاي اصلا دخلت هنا. فبيرد على الشخص ده وبيقول لها ان مفيش وقت وبيهجم عليها وبيطير منها المسدس لكن كارين بتفضل تضربه. والشخص ده بيطلع سكينه وبيعورها في رقبتها لكن الجرح بيتلم على طول. وهي بتكون الصديق خايفه من الراجل دوت عشان قوي جدا وبيفضل يهجم عليه ولكن الصديق بتديله هي بنيه واحده بتكسر بيه الحيطان حرفيا. وفوق كل ده بترزع رجلها حرفيا في وشه. بتقول له امشي من هنا لو انت بتقدر حياتك. لكن الشخص ده فجاه بيحط ايده في حاجه كده وبيطلع مسدس وبيمسكها من وشها وبيحط المسدس في بقها. وفعلا الصديق بيضرب في بقها الطلق دوت وبقول انا كده كنت متاكد انك مش هتموت عشانك خالده. انا اسمي شينزو شيو عضو في شركه اليد القويه ومهمتي هي ان انا اعطلك. وبعد كده بنروح نشوف توتا وبيتكلم مع روكي وبيقول له انت بتعمل ايه. فبيرد عليه يوكي وبيقول له مفيش حاجه كل الموضوع بس ان انا بدور على حاجه علشان اخدها معايا البيت. ولكن فجاه بيلاقي دخان كتير فبيتخض توتا وبيقول ان اكيد في حاجه حصلت هناك ولازم نروح الاول هناك. وفعلا بيتحركوا وبيظهر لهم 3 اشخاص وبيجروا على روكي علشان يخلصوا عليه ولكن ما بيلحقوش وشينمو بيظهر وبيقدر ان هو يضربهم. اول لما بيعمل كده بيظهر اكتر من 3 اشخاص وتوتا بيستغرب وبيقول له هو ايه اللي بيحصل هنا بالظبط. فبيرد عليه شينمو وبيقول له ان دول لعبوا بيتحركوا بالاسلاك واكيد العدو هو اللي بيتحكم فيهم. وفجاه بيظهر الذئب ونجمو فبيتكلم توتا مع ريكو وبيقول لها هروب واحنا نقدر ننقذ المدينه. ولكن صديق الذئب ده بياخد وضعيه كده وبيروح يهجم على توتا حرفيا بيخرمه وبيعمل الاخرام ديت على شكل الصليب وبيفعل تقنيه ختم الصليب عليه. توتا بيترمي على الارض جثه هامده يا صديقي وبيبص على شينمو وبيقول له اجهز يا معلم انت دورك جاي على فكره. فبيجري نجمو وبيقول له استنى احنا ناخد ده معانا. فبيرد كيتو بيقول له يا ابني انت بتعمل ايه ده خالد على فكره. فهو بيقول له انت ايه ما خدتش بالك ان هو متدرب على اسلوب شينمي. فشينمي بيطلع سيفه وفعلا بيهجم عليهم ولكن يا صديقي الهجمات دي بتكون عباره عن صواريخ والذئب فعلا يا صديقي بيبدا ان هو يهجم على شينمي وشينمي بيتصدى لكل الهجمات وبيديله بالرجل في وشه. فنجمي بيتدخل وكان هيقطع شو لكن شو قلع التيشيرت بتاعه علشان ما تجيش في الضربه. ولكن الذئب ما بيديلوش فرصه بيروح بيديله بالرجل في بطنه ونجمي بيروح يقطع له ايديه والذئب بيروح يهجم عليه لكن شينمي بيتصدى ليه. وفوق كل ده بيكون قطع الايد بتاعته والذئب بياخد وضعيه كده وبيقول له ادرك العالم يلا. وفي لمح البصر بيكون وراه وقطعه وشينمي بيقول انا حتى ما قدرتش اشوفه حتى. والذئب بيروح يكمل عليه وبيديله بالرجل بيطيره وهو طاير في الهواء وبيقول انا اسف يا جماعه. وحرفيا يا صديقي الثلاثه في حياه لا يرثى لها.
وبعد كده بنروح لكارين اللي تشاف حرفيا عمال يعذب فيها بكل الطرق وعمال يهينها بمعنى الحرف، ولكنه فجاه هي بتديله ضربه في الانتر فانتس بتاعه حرفيا يا صديقي بتجيبه الارض. وساعتها يا صديقي بتستخدم ضوء المقدس وبتقول انا ما كنتش عايز استخدم القوه دي ضدك، ولكن انت اللي مستفز بزياده. وحرفيا بتديله الرجل بالطياره في الهواء وبتديله بالبنيه بالطياره وبتروح تكمل عليه بالضرب في كل حته. وبعد كده بتقول له خليك هنا وموت، فاهم ولا لا؟ وبعد كده يا صديقي بنروح نشوف شينمي اللي حرفيا مرمي على الارض ومش قادر يعمل اي حاجه، والذئب بيرمي عليه حاجه كده بيثبته بيقول له خليك هنا ما تتحركش، ولسه هيهجم عليه بسحر التلج الا روكي بيظهر قدامه وبيقول له ان المدينه دي بتاعتي ما تعملش فيها اكتر من اللي انت عملته دوت. ولكن الذئب بيمسكه وبيقول له انا هقتلك هنا على فكره. وروكي بيقول لهم انتوا تفضلوا تعاملونا ليه زي القمامه كده، وبيكون في اللحظه ده يقتل روكي لكن شينمي بينط عليه. ولكن الصدمه يا صديقي الوحش توتا رجع وبيكون منظره فخم جدا يا صديقي. والذئب بعد كده بيقول له انت ازاي قدرت تتحرك بعد الختم الصليب دوت، وايه اللي بيحصل في ايدك بالظبط دوت؟ فتوتا بينصدم وبيقول له انا ما اعرفش، ولكن الحاجه اللي انا اعرفها اللي انا هقضي عليك. في لمح البصر يا صديقي بينقض على الذئب بيديله ببنيه حرفيا بيطيروا بعيد وهو بيتكلم مع اصدقائه يا صديقي، لكن الذئب بيهجم عليه. ولكن يا صديقي توتا ليه كان بالمرصاد وبيديله بالبنيه، وحرفيا يا صديقي توتا نازل في فتح رتم فشخ بص كل حته وبيطيروا بعيد. وبعد كده بيقول لكرومو خد روكي وامشي بره، انا اللي هتعامل مع الاثنين دول لوحدي. ولكن يا صديقي بيقول له انت هتعمل ايه قدام الاثنين دول؟ انت مش هتقدر تعمل معاهم اي حاجه. ولكن كارين بتحضر وبتقول له انا هقاتل معاه. ولكن توتا بيقول لها وانت تعرف حاجه في ايدي ديت انا مش فاهم ايه اللي بتعمله دوت. فهي بتقول له لا ما اعرفش. فبيرد الذئب وبيقول له خلصتوا كلامي يلا بينا نبدا. فبيرد توتا عليه وبيقول له انت كايتو مش كده؟ فبيستغرب الذئب وبيرجع لطبيعته وفعلا ناسيكي بيكون كايتو وبيقول له انت عرفتني ازاي؟ فبيتكلم توتا وبيقول له لان مفيش حد بيقدر يجري بخطوات السريعه دي زيك، بس اللي عايز اعرفه انت بتعمل ليه كده؟ فبيرد عليه وبيقول له لان دوت شغلي ولو عايز تتفرج على مهاراتي تعالى وانا هوريك. فتوتا بيرد عليه بيقول له اكيد انا عايز اتفرج. والاثنين يا صديقي بياخدوا وضعيه كده والاثنين بيهجموا على بعض حرفيا كل واحد بيطير التاني في ناحيه. ولكن كايتو بينطلق على توتا ولكن توتا بيصده وبيكون مستغرب من اللي بيعمله دوت، والاثنين يا صديقي بيخشوا اشتباك مع بعض. ولكن كايتو بيظهر من ورا لكن توتا يا صديقي ليه بالمرصاد وبيديله بالبنيه في وشه وبيكمل ردم فحت فشخ فيه يا صديقي. والاثنين حرفيا جبابره والاثنين عمالين يضحكوا يا اسطى، وتوتا بيقدر ان هو يرجعه وبيقول له انت بتضحك عليه. وبعد كده بيقول له توتا ايه رايك تبقى حليف معايا؟ فبيقول له انسى شيلها دي من دماغك. فبيقول له تمام يا معلم انت بقى استحمل اللي هيحصل لك. وبيقول له هو انت تعرف ان انا تقنيه الخطوات السريعه بتاعتي اسرع من الضوء؟ وفعلا يا صديقي بينقض عليه وفعلا بيخرم بطنه وبيقول له دي الورقه اللي رابحها بتاعتي حتى شخص زيك عمره ما يقدر يتعامل معاها. وبيقول له دي النهايه يا توتا. وحرفيا يا صديقي توتا في حاله يرسلها وبيقول له انا هختمك دلوقتي علشان ما اخليكش تتحرر تاني. ولكن انت فاكر الموضوع هيخلص على كده يا صديقي؟ قول معايا لا والله. توتا بيظهر من وراه حاجه كده غريبه وبيقدر ان هو يقطع ايد كايتو، وكايتو بيكون مستغرب ازاي قدر ان هو يجمع قلبه في ثانيه واحده. وحرفيا يا صديقي توتا منظره اسطوري بمعنى الحرفي. وبعد كده نجم بيتكلم وبيقول انا مش مصدق ان واحد قدر ان هو يستخدم تقنيه الخلود وبيكتسب القبضه، يعني ايده يا صديقي اللي منوره ديت وقوه استثنائيه، ولكن هناك خطر جدا على روحه. وفوق كل دوت انا ما اعرفش بس غير اتنين هم اللي عندهم السحر دوت السري، الاول لساحره اسمها انجيل والتاني لصديقها، ومن المستحيل ان يكون في شخص ثالث بيستخدمها. وبقول انا قابلت اتنين منهم وكانوا حرفيا قوتهم اقوى من الخالدين بكتير. وبنرجع نشوف توتا يا صديقي اللي بيضرب كايتو وبقرب منه علشان يقتله، وبعد كده بيطير يا صديقي حرفيا بيكسر بكل المكان وبيروح علشان يقتله ولكن ما بيقدرش. وكايتو بيقول له يلا قتلني، لكن توتا بيقول له مش انا اللي بتكلم دوت مش انا اللي بتحرك. فبيقول له يلا قتلني انا عايز اموت. فتوتا بيقول له انت ايه اللي بيخليك تبتسم وانت عايز تموت دلوقتي؟ وفوق كل دوت كان المفروض تضربني لغايه المعركه لما تنتهي ما بيني وما بينك. وبعد كده صديقي قوه توتا بتتلاشى وكايتو بيقول له ايه مش قادر تشفي نفسك ولا ايه؟ بس انا كل جروحي دلوقتي اتشفت. لكن توتا بيقول له انت كذاب، انت اتضربت اكتر مني حتى، ولو مش مصدقني تعالى يلا وريني هتضربني ازاي ايها الاحمق. فبيقول له انت معاك حق والظلام بتاعك حرفيا محني تماما، علشان كده انا خسرت تماما انت الفائز. فتوتا بيقول له لا انت بتقول ايه؟ مش انا اللي هزمتك. وكايتو بيقول له حتى لو انت قلت كده ولكن القوه دي اصلا بتاعتك فانت اللي هزمتني. ولكن يا صديقي توتا مصمم ان هم يكملوا كتاب. فبيقول له تمام معلم تعالى نلعب حاجه كده، تعالى يلا لعبني مصارعه بالايدي ونشوف مين اللي هيهزم التاني اللي هي ريست يا صديقي. وفعلا يا صديقي توتا بيروح له بيقول له يلا ننهي الموضوع دوت. وبعد كده كلهم بيجوا يا صديقي علشان يشوفوا المعركه ديت، وكارين بتقول له ان هو قادر ان هو يتحكم في قوته ديت وانتوا استهنتوا بيه بزياده. وكايتو في اللحظه دي بيقول انا كنت هقول لك على الخطوه الثانيه للخطوه السريعه صح ولا لا؟ الخدعه الثانيه هي ان انا الوحيد اللي بيقف في هذا العالم. وبعد كده يا صديقي بيرمي جنيه كده وبنشوف انت هتقول ايه ملك ولا كتابه؟ انا ملك يا صديقي، والملك هي الرسمه ديت وكتابه هي ال 500. تمام. وفعلا يا صديقي بتنزل، ولكن يا صديقي ولا انا ولا انت. وفي اللحظه دي يا صديقي كايتو بينزل بايده على توتا، ولكن توتا بيقدر ان هو يتصدى ليه وبيقول له انت رجلك قويه جدا، انت ايه اللي يخليك عايز تموت في المكان دوت ومسيرتك تنتهي للابد؟ وبيقول له ايوه انا عايز اموت من حياتي البائسه ديت. فتوتا بيقول له تمام، وبيقدر ان هو يحرك ايده يا صديقي وبيقول له يعني انت ما قدامكش اي خير حتى عشان تتمسك بهذا العالم. وفي اللحظه دي يا صديقي كايتو ادرك ان القوه اللي عنده دي مش قوه الخلود، وفعلا يا صديقي بيقدر ان هو
هو يغلبه، حرفيا بيكسر بالبيت كله. وساعتها بينخض كايتو بيقول لهم ان الطفل ده ما بيستخدمش تقنيه الخلود، بلا انها قوته الحقيقيه. وبعدها بنروح نشوف يوكيهيمي وهي بتطفي الحريق، وبعد ما بتخلص بتروح تتكلم مع نجمي وبتقول له اهلا بك ايها الزعيم. فبيرد نجمي وبيقول لها هو انت، فبيستغرب توتا وبيقول لها هو انت تعرف الراجل دوت؟ فبترد يوكيهيمي وبتقول له امال. فنجمي بيقول لها يلا انا هسيبك دلوقتي، وبيطلع سلاحه وبيقدر ان هو يهرب. وبعدها بنشوف توتا بيتكلم مع يوكيهيمي وبيقول لها انا عايز اعرف ايه حكايه تقنيه الخلود ديت. فبترد يوكيهيمي بتقول له انت اكيد ورثتها مني لانك شربت من دم واتربيت معايا. وبعدها بنروح نشوف ستيف كوربي بيتكلم مع شينمي وبيقول له ايه اللي خلى توتا يسيبني ويخرج بره القلعه ويروح يقاتل لوحده. فبيرد شينمي وبيقول له انا كمان برضه مش عارف. فبيتكلم كوربي كلامه وبيقول له انا مش فاهم برضه، علشان كده طلبت منك انك توديني لتوتا. فشينمي بيقول له انا عاوزك تتاكد بس من كلام يوكيهيمي علشان خايف جدا على حياه توتا. فبيرد سيف على شينمي وبيقول له انا متاكد انك بتحب توتا. فبينخض شينمي وبيقول له على فكره انا راجل مش بنت يا ابن الصرمه، ها؟ وبيسيب السيف وبيمشي. بعد كده بنروح نشوف توتا بيتكلم مع يوكي، انا مش متخيل ازاي انك قدرتي تصنعي دراجه بالجمال دوت. فبترد يوكي بتقول انا لميت الخرده علشان اقدر اصنعها، وهو بيقول لها طب ايه سبب صنعها؟ فبترد عليه وبتقول له السبب هو ان انا عايز اتنافس بيها في مسابقه الشمس، والمسابقه دي بتكون عباره عن مسابقه كبيره جدا. فبيفرح توتا جدا وبيقول لها انت اكيد جبتيني المدينه ديت وعملتي لي الدراجه ديت علشان اخش السباق، صح ولا؟ فبترد وبتقول له ايوه بالظبط. وبعدها بنروح نشوف شينمي وهو بيستحمى، ومره واحده بتخش عليه كارن وبتقول له ايه ده، هو انا شفت حاجه غلط ولا لا؟ هو انت بنت؟ فبينصدم شينمي وبيقول لا لا لا, لا انا مش بنت. فكارن بتقول له تمام خلينا نشوف بس نتاكد. فبيجري شينمي عليها وبيقول لها ارجوكي ما تقوليش لاي حد، انا هفهمك كل حاجه. وبعدها بنشوف شينمي بيتكلم مع كارن وبيقول لها انا عضو في جامعه ياتي نورو كوروسو من جميعه البشر عديمه الجنس، يا رب بس ديك اكون قلتها صح، وعندنا ما بيتحداش الجنس غير لما الواحد يتم سن البلوغ. فبترد عليه كارن وبتقول له يعني انت ولا ذكر ولا انثى صح؟ انت اكيد حاجه غريبه صح؟ فبيتكلم شينمي وبيقول لها ايوه انت كده بتتكلمي بالظبط، احنا اللي بنحدد النوع اللي احنا عايزينه، بس الاول لازم نجيب سن 16. فبتطلع كارن سيفها وبتهجم على شينمي وبتقول له بقول لك ايه انا عايزك تبقى بنت. فبيرد عليها وبيقول لها طب ايه السبب؟ فهي بتقول له السبب هو ان انا عايزك تفضل مع توتا، عايزاكم انتوا الاثنين تفضلوا مع بعض لاخر العمر، ولازم تخليه يبعد عن الاميره يوكيهيمي. فبيرد شينمي وبيقول لها لا 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 انت عايزين اكون بنت بس عشان مصلحتك صح؟ فبترد كارن وبتقول له لا انا شايفاك بس انك مهتم بتوتا جدا. وفجاه بيظهر ايكو بيقول لها ايه ده اهدوا كده شويه يا حلوين. فبينخض شينمي وبيقول له هو انت موجود هنا من امتى؟ فبيرد يوكي بيقول له ما تقلقش يا معلم انا مش هقول لحد عن الموضوع بتاعك ده، وبالمناسبه انا عندي ليك حل كويس جدا. وبعدها بنشوف شينمي وهو متنكر في شكل بنت وبيتكلم مع توتا وبيقول له هو انت توتا؟ فبيستغرب توتا وبيقول له ايوه. هو انت قريب شينمي؟ فبيرد شينمي وبيقول له ايوه انا كروي. فبيتكلم توتا وبيقول له اتشرفت بمعرفتك بس للاسف شينمي مش موجود دلوقتي، بس ممكن دلوقتي تطلعي تقعدي في اوضته. فبيرد كورمي وبيقول له بس انا عايز اعرف بس هو انت مشغول ولا لا؟ فبيرد توتا بيقول له لا بس ايه السبب؟ فبيرد كورمي وبيقول له انا عايز بس ايه تفرجنا على العاصمه ديت. فتوتا بيقول له للاسف انا لسه جديد هنا في العاصمه وانا اسف عشان ما اعرفش كل الامكنه. فبيرد كورمي وبيقول له ما تقلقش يا معلم انا وانت هنكون مع بعض. فبيرد توتا بيقول له تمام يا معلم انا موافق. وبعد كده بنشوف كارن ويكو وهم بيتفرجوا عليهم ومراقبين شينمي وهو بيمثل التمثيل دوت. بعدها بنروح نشوف يوكي واقفه بتتكلم مع توتا وبتقول له انا هخليك تاخد الدرجه بتاعتي بس علشان تستمتع بالاجواء. بص بقى يا صديقي البنت اللي معاها الدرجه ديت ليها 3 اسامي، يعني عندك يوكي يوجي شينوبو، فما تستغربش لو قلت اي اسم من ال3 دوت عليها. تمام. فبيقول لها شكرا ليكي جدا وبيسالها عن البنت اللي قاعده لوحدها ورا ديت. فبترد يوجي وبتقول لها ان البنت دي بتعيش في الطبق الاعلى من البرج بس هي ما بتنزلش كتير وحاجه مميزه اللي هي نزلت الليله. فبيرد توتا بيقول لها طب احنا دلوقتي لازم نمشي دلوقتي. وبعد كده بنشوفهم هم بيتمشوا في العاصمه وبيكونوا اصلا في كميه انشكاحهم عمالين يشتروا في حاجات كتيره جدا، لكن مره واحده بيقع كرمه على الارض. فبيجري عليها توتا انت كويسه تعالي بس انا قاعدك على المكان دوت والبسك الجزمه بتاعتك. وبعدها بنشوف شينمي وبيقول في سره ازاي انا ما كنتش بحس بالاحساس ده مع توتا لما كنا اصدقاء، وبيتكلم مع توتا وبيقول له بس انا عايز اروح لمكان تاني كده. فبيتكلم توتا وبيقول له تمام انت عايز تروحي دلوقتي فين؟ للبرج مش كده؟ تعالي معايا يلا. وبعد كده بنروح نشوف شخص بيتكلم في التلفزيون واسمه فين وبيقول له انتوا متاكدين اللي هو راح للعاصمه؟ انا دلوقتي هتحرك واروح لهناك. وبنرجع بقى لتوتا وبنشوفه هو بيجري داخل البرج وبيقول انا مبسوط جدا ان انا دخلت البرج دوت بس انا عايز بس اوصل لفوق. فبيرد كورمي وبيقول له طب ايه السبب؟ فبيرد توتا عليه وبيقول له ان في واحد مستنيني على قمه البرج دوت، وبيقول له ان في اسباب كتيره جدا اولهم السبب هو انني وعدت اصدقائي في القريه. فبيرد كورمي وبيقول له طب انت عندك اصدقاء في القريه كمان؟ فبيرد توتا وبيقول له امال ولكن هنا في العاصمه ما عنديش غير قريبك شينمي. وساعتها صديق شينمي بيزعل من نفسه ازاي هو دخله في التجربه ديت وهو بيعتبره صديقه المقرب. انا لازم احترف له دلوقتي. قبل ما يكمل كلامه بيظهر شوتو يا صديقي وبيكتف توتا بالظلال. فبينصدم شينمي وبيجري يا صديقي علشان ينقذ صديقه بس للاسف ما بيعرفش لان سيمون بيظهر وبيهجم عليه وبيقدروا ان هو يهزموا شر هزيمه. وكرومو بيقول انا مش قادر اجمع قوتي علشان انا بس مش معتاد ان انا استخدم جسد الانثى، ولكن يا صديقي قبل ما يمشوا كده بيفوق وبيقدر ان هو يقطع الحبل اللي رابط بيه توتا وبيديله بالرجل حرفيا بيطيره بالبعيد، ولكن اللي معاه بيهجم عليه لكن قدر ان هو يتصدى ليه ويديله بالرجل حرفيا بيطيره، لكن شو بيقدر ان هو يقوم ويسيبه في رقبته. وفي اللحظه دي التاني بيقدر ان هو يتحرك وبيقدر ان هو يسيبه وبيطلعه بره البرج حتى وهو واقع يا صديقي مش سايبه وبيضربه، والاثنين بينزلوا عليه وحرفيا يا صديقي نازلين فيه فشخ بمعنى الحرفي، حتى يا صديقي بعد ما وقعوه في الارض حرفيا مش رحمينه بمعنى الحرفي، وبيقرر ان هو يحبسه في الظلال بتاعته وهو بيحب يعمل كده عشان بيحب يلعب مع الخالدين. ولكن يا صديقي قبل ما يغرق في الظلام دوت بيفتكر توتا لما
قام قالوا انا هحميك. فبيقول انا كنت فرحان جدا لما بتكلم معاك يا توتا، هو انا هقدر احميك؟ وبيقول لا بيقدر ان هو يا صديقي يكسر الظلال ديت، وبيقوموا بيديله حرفيا بنيه بيطيروا بمعنى الحرفي. وبعد كده صديقي بيرجع لجنسه الطبيعي الراجل، وبيقدر ان هو يطلع توتا، واللي معاه سيف يا صديقي حرفيا بيختفي من المكان مره واحده. وبعدها بيفوق توتا وبيقول له ايه اللي حصل، فين الاعداء اللي كنا بنواجههم من شويه؟ فبيرد شينمي وبيقول له كويس جدا انك كويس. فبيرد توتا بيقول له هو انت اللي انقذتني واكيد انقذت قريبتك صح؟ انا عايز اشكرك جدا يا شينمي. فشينمي بيقول له لا انت ازاي تسيب نفسك ان هم يهجموا عليك بالشكل ده؟ فبيضحك توتا وبيقول له انا اسف، وبالمناسبه قريبتك دي كانت جميله جدا، انا لو كان عندي قريبه زيها كنت اتجوزتها يا معلم. وهنا بينخض شينمي وبيقول له شكرا يا معلم شكرا مش هعملها تاني. وبعدها بنروح نشوف ايكو وهو بيتكلم مع بنت وبيقول لها اهلا بيكي يا كيرا، القارب دلوقتي جاهز. فبتقف كيرا وبتقول له انا كمان جاهزه. وبنشوف ايكو بيتكلم مع توتا وشينمي وبيقول لهم اهلا بيكم. فبتتفاجئ كارين من شينمي وبتقول له تعالى انا عايزاك، وبتاخده لبعيد وبتقول له هو انت ازاي هنا وايه اللي خلاك تغير شكلك؟ فبيرد شينمي وبيقول لها انا هحكي لك بعدين. وبنرجع نشوف ايكي بيتكلم مع توتا وبيقول له انا نسيت اعرفك بكيرا. فبيتفاجئ توتا وبيقول له هي البنت ديت الصغيره اللي كانت بتقعد بتلعب في الرمل من شويه صح؟ فبيرد ايكو بيقول له ايوه انت ممكن تشوفها صغيره لكن هي اصلا مش كده خالص. فبترد كيرا على ايكو وبتقول له ارجوك سيبني لوحدي مع توتا. وبعدها بنشوف توتا بينادي على كيرا وبيقول لها هو انت واخداني على فين؟ انت باين عليك غبيه، انا تعبت من المشي بقى سيبيني. فبتقف كيرا كده وبتقول له انا دلوقتي هقدر اكلمك، وبتقول له انا الحارسه الخاصه بيك من فريق تيوكي. بجد انا فاكرك بتهزري. فبترد كيرا وبتقول له لا اسمع كلامي واقعد على الارض يا حيوان. فبيقعد توتا وبيقول لها انت هتفضلي تكلميه بالطريقه دي؟ فبترد كيرا وبتقول له انا دلوقتي لازم ادوس على وشك. فبيستغرب توتا وبيقول لها تدوس على وشي مين يا مولي انت؟ وبيمسك رجلها وبيقول لها انت بتعملي ايه انت بتعملي ايه بجد؟ فهي بتقول له يا غبي انا مش قلت لك اصلا من الاول ان انا ادوس على وشك؟ وبيقول لها انا اول مره شفتك فيها قلت عليكي غبيه. فبتزعق فيه كده وبتقول له صدقني يا معلم انا لازم ادوس على وشك 6 مرات. فبيقف توتا بيقول لها طب ايه السبب عرفيني. فبتتكلم كده وبتقول له علشان انت انقذتني 6 مرات. فبيقول لها انقذت مين يا وليه انت بتقول ايه؟ انا اصلا اول مره اشوفك لكن مره واحده بتتصاب كده وبتقع على الارض. فبينخض توتا وبيقول لها كده الشخص اللي عمل كده فيكي هو نفس الشخص اللي هجم فينا على البرج. فكيرا بتقول له ارجوك امسك ايدي. فبيسمع كلامها توتا وبيقول لها قومي يا غبيه. وبعدها بنروح نشوف توتا وهو واقف في القاعده وبيقول لها ازاي انا جيت هنا، هو انا كنت بحلم؟ لكن هي بتقول له لا انت ولا بتحلم ولا حاجه، كل دوت حقيقه، انا بس رجعتك بالزمن شويه. فبيقول لها رجعت مين يا وليه انت ازاي اصلا عملت كده؟ فبتقول له لا انت اللي عملت كده من اول مره مسكت ايدك فيها. بعد كده بيظهر ايكو بيقول لها انتوا كنتوا فين؟ انا بحسبكم انكم في العاصمه. فبيرد توتا وبيقول له انا لسه. فما بيكملش كلامه الا بتضربه كيرا وبتقول له احنا نسينا حاجه بس ورجعنا للقاعده علشان نجيبها. وبعدها بنشوف كارين بتتكلم مع ايكو بتقول له هو ازاي توتا موجود هنا في القاعده؟ مش المفروض ان هو دلوقتي راح للعاصمه؟ فبيرد ايكو بيقول لها انت ما تعرفيش حاجه عن قوه كيرا صح؟ فهي بتقول له لا للاسف انا كل اللي اعرفه ان هي من النوع الخالدين. وبعدها بنروح نشوف كيرا قاعده مع توتا وبتقول له انت طبعا عايز تعرف انا ازاي رجعت بالزمن. انا هقول لك يا معلم النار طول ما هي مشتعله في الرمل انا هقدر ارجع بالزمن لنقطه للامان. فبيفرح توتا جدا وبيقول لها ايه ده انت عندك قوه اسطوريه بمعنى الحرفي، انت اكيد مش همك اي قوه على الارض دي. فبتتعصب كيرا وبتقول له انت غبي، انت عارف اصلا ان الموت هيجيبنا حتى لو رحنا فين. بعدها بنرجع نشوف نفس اللي حصل وهو بيتعاد، وقبل ما تشو يهجم على كيرا بيجري توتا عليه وبيضربه. وبيتكلم شو بيقول له اخيرا جه اليوم اللي انا شفتكم مع بعض، وبيجري عليهم علشان يخلص يا صديقي. بس ما بيعرفش لان توتا بيستخدم سيفه وبيحدفه لبعيد. وبتتكلم كيرا وبتقول له على فكره انت مش فاشل يا توتا، انت عندك قوه كبيره جدا بس برضه انا عايزك تاخد حذرك من القوه ديت. فبيرد توتا وبيقول لها ايوه بس فهميني بالظبط انا المفروض اخد حذري من مين بالظبط؟ فبترد كيرا وبتقول له انت لازم تاخد حذرك من فايت. فبيستغرب توتا وبيقول لها مين الشخص دوت اصلا؟ فبترد كيرا وبتقول له ان دوت اعظم ساحر في العالم والحقيقه ان هو عايز يخطفك. فبيتفاجئ وبيقول لها يخطفني وانا عملت ايه اصلا؟ وهي بتقول له انا هحكي لك كل حاجه. من فتره حصل قتال كده وبنرجع بالزمن وبنشوف كيرا قاعد مع شينمي وبيقول له انا عايز اتكلم معاك عشان حاسس انك صريح. فبيرد شينمي وبيقول لها اتفضلي. فبترد كيرا وبتقول له انت لازم تاخد حذرك من ابن الغبيه صديقك ودوت عشان ما تقعوش في خطر. فهو بيقول لها انت تقصدي توتا صح؟ فبتتكلم وبتقول له ايوه. ومره واحده يا صديقي بنلاقي ان البرج اتحرق وساعتها بيجروا لهناك، واول لما بيوصلوا بيلاقوا فايت الصديقي ماسك توتا حرفيا مجمده. لأي حد وصل معانا للثانية دي أتمنى منك وحياة اللي غاليين عندك يا جدع لا تشترك في القناة، ولو الفيديو لسه ما وصلش 1000 لايك فبالله عليك لا توصلنا. انت المفروض شايف المجهود اللي اتحط في الفيديو بما انك وصلت للدقيقة دي. وصلى على النبي ويلا بينا نكمل. ويكو بيروح يهجم عليه ولكن صديقي فايت بيصده حرفيا بايد واحده، وفوق كل ده بيقطعوا الاجزاء حرفيا. كان بتروح تهجم عليه يا صديقي لكن ده بدون اي فايده بيديها بالرجل وبيفعل عليها تقنيه غريبه كده يا صديقي بيخليها تلف وتختفي تماما. وبيكمل على توتا حرفيا بيديله رجلي بيشيل جسمه تماما. لكن الصديقي انت بتعملي حرفيا فايت بيديله بنيه واحده بيرقده. وبعد كده بيروح عند كيرا وبيجمدها وبيقول لها انا هنا اصلا علشانك انت وتوتا. وبيقول لها انت كنت خايف علشان انا موجود صح ولا لا؟ لكن هي بتطلع السكينه كده وقبل ما تتجمد تمام بترجع لنفس النقطه
اللي كانوا فيها، وبتتكلم مع توتا وبتقول له احنا رجعنا لنفس المكان اللي احنا كنا فيه، لكن هو بيقول لها انا عايز اعرف يعني ايه ملك المشاعر. فهي بتتعصب كمان وبتقول انا عايز اعرف ازاي يعني. وفجاه بيظهر كارين وايكو بيقول لها احنا خلاص عرفنا السر كاكيرا، قوتك الجباره ديت. فبيرد توتا بيقول لهم ازاي ما كنتوش عارفين قوتها المميزه دي بتقدر ان هي تنقذ اي حد في اي وقت بمعنى الحرفي. فبتزعل كيرا وبتقول له ما تقولش لاي حد على قوتي، وهو بيقول لها ما تقلقيش منهم خالص. وبعد كده كيرا بتقف معاهم وبتقول لهم انا عندي خطه، وهي ان توتا هيفضل واقف في مكانه دوت علشان يجيب فايت يهجم عليه، وساعتها احنا هنهجم عليه. فتوتا بيقول لها تمام انا هلعب دور الطعم. فهي بتقول له للاسف ايوه، وبتقول له خد التليفون دوت عشان تتواصل معانا لانك انت الوحيد اللي ما بيقدرش يتواصل معانا من بعيد. وبتتكلم مع كارين وكيو وبتقول لهم انتوا الاثنين هتهجموا عليه من ورا فايت، وانا وشين ما هنهجم عليه من قدام، وده عشان لو قدرت المسه احنا كده هنكسب. فبيرد شين وبيقول لها يعني انت لو قدرت تلمسيه هنفوز بجد؟ فهي بتقول له انا بس عايز المسه عشان اخده معايا لنقطه الامان، بس المره ديت انا هخلي النقطه ديت الكهف وكده مش يقدر يطلع من هناك الا بعد فتره. بيرد ايكو بيقول لها انت لازم تاخدينا معاك علشان نقدر نرجعك. فبترد كيرا وبتقول له لا، ولكن مع زن بتوافق في الاخر، بس احنا دلوقتي لازم نستخبى. وبعد كده بنشوف كيمو وبتتكلم مع توتا من التليفون وبتقول له انا عرفت المعلومات عن فايت ودلوقتي انا لازم اوصل لك باي طريقه. فبيرد توتا وبيقول لها انت جمعت المعلومات ديت علشان خايفه عليا مش كده يا يوكيهيمي؟ وهي بتقول له لا، من 80 سنه كده كان موجود فايت مع جدك على المريخ وهو ساعدها في حاله ان هو ينقذ العالم، وانا اول لما سمعت ان هو بطل للدرجه دي انضممت لي معاه، ولكن يا صديقي في الاخر مات جدك. ولكن في الاخر فايت اتحول لشخصيه سوداويه جدا، هو دلوقتي عايز ينتقم منك علشان هو جدك. بس مره واحده كده بتتكلم وبتقول له استعد علشان فايت وصل للمكان. فتوتا بيقول لها انا مش شايفه هو فين حتى، وهي بتقول له انا شفته دلوقتي انا هضربه بالرصاص. فبيرد توتا بيقول لها انا مش شايفه، ما حدش يضرب نار دلوقتي. فهي بتستغرب وبتقول له ايه السبب، وهو بيقول لها لان اصدقائي موجودين والقريه موجوده هنا، وهي بتتضايق من الكلام دوت وبتقول له طيب خلاص يلا بينا ننسحب. فبيرد توتا بيقول لها للاسف لان فايت شافني ومش هينفع انسحب، هو دلوقتي جاي ناحيتي. وبعد كده بنشوف اصحابه بيجروا عليه وبيقولوا له توتا انت بتعمل ايه هنا، بس هو بيقول لهم انتوا اصلا ايه اللي جابكم هنا. وبنروح نشوف ايكي بيتكلم وبيقول انا لازم استغل الفرصه دي واضرب فايت بالرصاصه، لازم نخلص عليه هنا. لكن قبل ما بيعمل كده بتظهر يونو وبتقطع له ايديه وبتقول له انا مش هسيبك تعمل حاجه زي كده. وبنرجع نشوف شيراهوشي بيتكلم مع توتا وبيقول له احنا جينا هنا علشان نتدرب في المتجر بتاع جده. فبيرد توتا وبيقول له كويس جدا ان انتوا كويسين، تعالوا بقى نروح ناكل في مطعم كده. فبيتكلم شينجي وبيقول له لا احنا مش جعانين دلوقتي. ومره واحده بيظهر فايت وبيقول له اهلا بكم يا توتا انا صديق جدك الغالي. فبيرد نوع على فايت وبيقول له احنا اصدقاء توتا. فبيتكلم فايت وبيقول له طبعا عارفكم انت شيراهوشي صح. فتوتا بيستغرب ويقول له انت عرفتهم منين اصلا. فهو بيقول له انا عارف كل حاجه عن حياتك يا توتا وما تنساش ان انا ساحر عظيم جدا. فبيتعصب توتا وبيقول له انت غبي واصلا مش هتعرف تعمل اي حاجه. فايت بيقول له لا في دي انت مش معاك اي حق خالص، وعلى فكره انا واثق ان انا هقدر اخلص على اي حد موجود هنا حتى اصدقائك الحلوين دول، ولو انت فعلا ما خليتش فريقك يزوروا نفسهم ويسلموا نفسهم على فكره انا هقضي عليكم كلكم. فبيزعق في توتا بيقول له انا قلت لك مش هتعرف تعمل اي حاجه صح ولا لا. وفي اللحظه دي كانت بتظهر من ورا فايت وبتقدر تصيبه، ولكن هو بيستخدم قدرته ديت ولكن هي بتتفاداه. وتوتا في اللحظه دي بيستخدم سيفه وبيخليها 2000 كيلو، ونفس النظام عند كارين بتستخدم المطرقه بتاعتها، ولكن يا صديقي بيقدر ان هو يصدهم حرفيا بص بكل سهوله. ولكن توتا بيتعصب عليه كده وبيستخدم السيف بتاعه بيخليه 500 طن، وبيقدر ان هو يكسر الحاجز بتاعه وبيسيبه كمان. ويكو في اللحظه دي بيضرب يونو وبيدوس على المسدس اللي معاه، وفي سحقه حرفيا بتنزل من السماء على فايت حرفيا، وبتقدر يا صديقي كيرا اخيرا تلمس فايت. واول لما بتعمل كده بيجري توتا وكارين وبيلمسوهم كمان، بس للاسف خطته ما بتنجحش. وبيتكلم فايت وبيقول لهم انا كنت متاكد اصلا انتوا تعملوا كده بس للاسف خطتكم فشلت. فبتخاف كارين وبتقول لهم احنا لازم ننسحب دلوقتي. فتوتا بيقول لها لا مش هنقدر نعمل كده زي ما انت شايفه كده متجمد تماما. فكارين بتقول له انا هشيلها ويلا بينا نهرب دلوقتي. فهو بيقول لها لا انا مش همشي من غير لما اخلص على الكلب فايت دوت. وبنروح نشوف شينمي وهو بيحارب سيمون، وبنشوف ايكو وهو بيحارب يون، وبنرجع نشوفهم وهو بيحاربوا مع بعض. وبتتصل كارين بتوتا وبتقول له في حاجه غريبه بتحصل في ايد كيرا. فهو بيقول لها قولي لي بسرعه ايه اللي بتحصل. فهي بتقول له ان في ارقام غريبه على ايديه. فهو بيقول لها ارقام ايه بالظبط ديت. فهي بتقول له في دقيقه كامله على ايده. فهو بيقول لها المفروض نعمل ايه نستنى يعني عقبال لما الدقيقه دي تخلص ولا ايه. فعلا بيقدروا ان هم يقاوموها لحد لما الدقيقه دي تخلص، وبيجروا كلهم يلمسوا كيرا وفعلا بينتقل للكهف. وبعد كده بنروح نشوف يوكيهيمي بتتكلم مع فاي بتقول له اهلا بك يا صديقي. فهو بيقول لها انت ازاي قدرتي تعملي كده. فهي بتقول له هتعرف كل حاجه بعد ما احكي لك. فبيتضايق فاي جدا وبيقول لها احنا اتفرقنا من 20 سنه ومفيش اي كلام ما بيننا تاني. يوكيهيمي بتقول له انت عايز تنكر انك وقعت في فخ فريقي صح. فهو بيقول لها لا اكيد مش هنكر يعني بس انت كمان. فبيزعق توتا فيه وبيقول له احنا مستحيل نسيبك تمشي. فبيرد فايت وبيقول له انا هعمل معاكم اتفاق، وهو ان انا هرد على كل واحد بالسؤال في مقابل انكم تخرجوني من هنا، والشخص اللي هجاوب على سؤاله الاول هو انت يا توتا. شوف انت عايز تعرف ايه عن جدك او عن ماضيك وانا هجاوبك. فبيروح توتا بيقول له انا عايز اعرف. ما بيكملش كلامه الا كارين بتضربه بتقول له انت ازاي بتوافق بالسهوله ديت. فتوتا بيقول لها انت اكيد متضايقه لان هو اختارني الاول صح. فبيتكلم ايكو بيقول له احنا هنسالك سؤال كلنا احنا عايزين نعرف اجابته، انت ليه عاوز تخطف توتا. فهو بيقول له السؤال ده بسيط جدا انا عايز اختفي علشان انقذ جدي نيغي. فبيتخض توتا جدا وبيقول له مش المفروض ان جدي مات من 20 سنه. فبيبتسم فايت كده وبيقول له هو مين اللي فهمك الكلام دوت. فبيزعق وبيقول له يوكيهيمي اللي قالت لي الكلام دوت. فهو بيقول له مالكش دعوه بالكلام دوت تعالى بينا انا وانت ننقذ جدك. فبترد كارين وبتقول له ان ده دوري انا عايز اعرف بس نيغي كان بيحب مين اكتر انت ولا
لها يوكيمي، فبتتضايق يوكيمي وبتقول لها انت لازم تيجي معايا للمكتب بعد ما نرجع من المهمه ديت. فكانت بتقول لها تحت امرتك يا معلمتي، انا بس كنت عايز اعرف عشان اتاكد من حاجه، لان انا سمعت اشاعات بتقول انك انت وهو كنتوا في علاقه. ففاي بيقول لها تمام انا هجاوبك على السؤال دوت، فعلا يوكيمي كانت مع علاقه مع ناغي. فتوتا بيقول له هو انت اللي قتلت والدي؟ ففاي بيقول له للاسف يعني. فبيتضايق توتا جدا انه بيحضر قوته، وساعتها بيستخدم فايت التعزيز وبيحضر ناغي، واول لما بيظهر بينكشف ان ده جد توتا وهو نفس الشخص اللي كان بيكلمه في المدينه. وساعتها بيتكلم مع توتا وبيقول له، فتوتا بيقول له انت كنت عايزني في ايه لما اجي المدينه؟ فجده بيقول له ان كلام فايت ده كله مش حقيقي. فبيتضايق فايت جدا من ناغي وبيقول له انت بتقول ايه يا راجل يا عجوز انت؟ فنيغي بيرد عليه بيقول له انا عارف انك كنت عايز مصلحه توتا بس انا مش موافق. وبيشوف شينمي وهو بيجري وبيقطع جهاز الاتصال الاسلاك بتاع توتا، ولا اول لما بيعمل كده بيختفي نيجي. وتوتا بيتضايق وبيقول له انت ليه عملت كده؟ وبيتكلم فايت مع يوكيمي وبيقول لها ان دوره الوقت مش مناسب عشان نتقاتل. فبتقول له يوكيمي انت معاك حق في الموضوع دوت. وتوتا بعد كده بيقول هي ايه الحقيقه ولا مش حقيقه؟ فهمني يا جدي. ولكن الصديق ده بيتكلم مع خياله. بعدها بنشوف شينمي بيتكلم مع كيرا وبيقول لها هو انت زعلانه من ايه؟ فهي بتقول له انا زعلانه علشان بعد ما تعبنا في القبض على فايت هرب بكل سهوله. فبيتكلم شينمي وبيقول لها لا ما هربش، كل الحكايه ان يوكيمي هي اللي خلته يمشي. وهي بتقول له حتى لو عملت كده ازاي تسمح ليه ان هو يخرج من الكهف؟ انت اكيد زعلانه عشان بقالك فتره ما شفتيش توتا. فهي بتتعصب وبتقول لها لا انا مش زعلانه عشان كده. وبعد كده بنروح نشوف توتا وهو ماشي ورا يوكيمي وبيقول لها انا زعلان، وفوق كل دوت انا عايز اعرف الحقيقه منك كامله. وبعد كده بنروح نشوف الحراس بيتكلموا مع اشخاص غريبين وبيقول لهم احنا ندخلكم الجزيره احنا اسفين ده ممنوع. فبترد ست عجوزه كده وبتقول انا عايز اشوف يوكيمي، وبتظهر بنت صغيره وبتقول له احنا كمان عايزين نشوف توتا. وبعدها بنروح نشوف توتا بيتكلم مع يوكي وبيقول لها على فكره الشاي بتاعك جامد جدا. فبتفرح يوكي وبتقول له شكرا. ومره واحده بتظهر البنت الصغيره دي وبتقول لها ان اسمي موزي، مين معجبينك؟ وبعدها بتزعق ليوكي وبتقول لها ابعدي من هنا بسرعه، ده اكتر واحد امور زي جده نيغي بالظبط. والمعلومات دي كلها انا عرفتها من جدتي لانها كانت واحده من معجبين نيغي. فتوتا بيقول لها لا انا مش جميل، ده انا وش الكلبه. فبتتضايق موزي وبتقول له كفايه كدب بقى يا عم، وبتهجم عليه. بس توتا بيقدر ان هو يزقها وقبل ما تقع في البحر بيشيلها وبيقول لها اهدي شويه انت باين عليك غبيه ها. فبتتخض موزي جدا من جماله وساعتها بتجري بعيد وبتقول له على فكره انا حاسه انك شخص مناسب جدا ليا وهوافق عليك كعريس ليا. فبيتخض توتا بيقول لها انا مش هتجوزك. فبتتعصب موزي وبتقول له انت ايه انت عايز ترفضني ولا ايه؟ وبعدها بنروح نشوف جده موزي اللي قاعده تتكلم مع يوكيمي وبتقول لها انا ما شفتكيش من ايام المدرسه. فبترد يوكيمي وبتقول لها هو انت لسه فاكره الافكار ديت؟ احنا كنا زمان كنا بنغلس على المعلم نيغي وبيفتكروا ذكرياتهم مع المعلم نيغي. وبنرجع بقى بنشوف موزي بتتكلم مع توتا وبتقول له على فكره انا هعمل لك كل اللي تحبه بس اتجوزني. فتوتا بيستغرب وبيقول لها انت لابسه ليه كده؟ فبترد موزي وبتقول له يوكيمي هي اللي لبستني اللبس دوت. وبعد كده بنروح نشوف كارين بتتكلم مع كيرا وشينمي وبتقول لهم احنا لازم نتخلص من موزي. فكيرا بتقول لها انت معاك حق، هي عايزه تاخد توتا منا عن طريق اللي هي بتاكله كده يعني. وساعتها بيظهر ايكو بيقول لهم انا عندي الحل عشان اكسبه لكم. فكيرا بتقول له هو انت هنا من امتى اصلا؟ فايكو بيقول لها من بدري، انتوا فعلا لو عايزين تكسبوا لازم تهتموا بيه اكتر منها بكتير. فبينخضوا بيقولوا له احنا ما ينفعش نهتم بيه اصلا. فايكو بيقول لهم خلاص براحتكم يعني. وبعدها بنروح نشوف جده موزي بتتكلم مع يوكيمي بتقول لها وانت متاكده ان المعلم نيغي ظهر في الكهف؟ فهي بتقول لها اه طبعا بس انا متاكده ان كان هو نسخه. وبتقول لها وانت لسه خايفه تعرفي توتا؟ فهي بتقول لها لا اكيد يعني مش خايفه، كده كده انا خالده. فهي بتقول لها اوعي تنسي حكمه المعلم نيغي. فهي بتقول لها انا عمري ما هنساها، والحكمه يا صديقي بتقول ان الشجاعه هي اللي بتصنع السحر الحقيقي. وبعدها بنروح نشوف توتا بيتكلم مع كي وبيقول له انا عايز اعرف عمرك الحقيقي. فايكو بيقول له انا عمري 85 سنه، انا دخلت في غيبوبه لما كان عندي 13 سنه ونمت لغايه 72 سنه. لا لا لا. فتوتا بيقول له على فكره انت قصتك حزينه جدا. ومره واحده بتظهر كارين وبتقول انا جاي علشان اهتم بيك يا توتا، باين عليها يا صديقي ان هي فهمت ايكو غلط. فبيستغرب توتا بيقول لا انا مش محتاج حد يهتم بيا. وبيظهر بقى الباقي وكلهم بيفضلوا يتخانقوا على توتا لحد ما بتظهر يوكيمي وهي يا صديقي اللي بتفوز بالاخر. وبعدها بنروح نشوف توتا رايح ليوكيمي وبيقول لها انت ايه اللي خلاكي تغيري شكلك كده؟ فهي بتقول انا كان لازم اعمل كده من بدري علشان الكلام اللي انا هقوله لك لازم يكون حقيقي. وتوتا بيقول لها انا عايز اسالك سؤال. فهي بتقول له اتفضل قول. وبيقول لها وانت بجد كنت بتحب جدي؟ فهي بتقول له اه طبعا مفيش داعي للانكار، انا فعلا كنت بحب جدك جدا، لكن نيغي اللي ظهر في الكهف هو الشخص اللي انا بحبه. فتوتا بيقول لها وانت قصدك ايه؟ فهي بتقول له جدك من 20 سنه هزم ساحر شرير جدا والسحر ده كان اسمه سحر البدايه وفعلا انقذ العالم، ولكن للاسف اتصاب بسحر التعزيز الخاص بالعدو وما عرفناش ننقذه ساعتها. وتوتا بيقول لها انا ممكن اصدق ان فايت قال لي انك قتلتي عيلتي. فيوكيمي بتقول له هو انت مين اصلا قال لك ان عيلتك اتقتلت؟ فبينخض توتا بيقول لها انت عايز تقولي لي ان عيلتي لسه عايشه؟ فيوكيمي بتقول له اهدى كده انا عايز اقول لك حاجه، انت ما اتولدتش اصلا من الاساس، انت اتصنعت اصلا من طرف جدك نيغي وده عن طريق استخدام المعلومات الجانبيه. يعني من الاخر كده يا صديقي ان توتا مش بشري تماما، مصنوع. وبعدها بنروح نشوف توتا بيتكلم مع شينمي وبيقول له على كل حاجه قالتها له يوكيمي وبيقول له يعني انت قصدك انك مستنسخ صح؟ وبيقول له للاسف ايوه يوكيمي هي اللي قالت له كل دوت. فشينمي بيرد عليه بيقول له ما تزعلش يا معلم، ما تنساش انك افضل صديق ليا. فبيفرح توتا جدا من شينمي وبيقول له شكرا لك. فجاه بيسمع صوت موزي بتتكلم مع كيرا وبتقول لها انا عمري ما هسيب توتا في الحاله ديت، انا خايف عليه من فايت وانا لازم ندربه. بتفتح عليه الباب وبتقول له تعالى معايا احنا عندنا مهمه دلوقتي جامده جدا. فبيستغرب توتا بيقول لها اجي فين يعني؟ فبترد موزي وبتقول له البطوله للمهاره. وفعلا بيروحوا هناك وحرفيا توتا يا صديقي مصدوم من الاشكال اللي شايفها ديت وبيقول على الناس اللي هناك دي قويه جدا. فبترد موزي
موزو بتقول له ان الناس دي كلها مختلف انواع الفنون القتاليه للسحر وبرضه فنون السوداء. فبيتفاجئ توتا بيقول لها هو انا ممكن ادخل المسابقه دي حتى لو انا مش انسان؟ فبترد موزو بتقول له طبعا انت كل اللي عليك انك تخش في التصفيات وتكسبها. فبيفرح توتا جدا وبيقول لها يلا بينا علشان نلحق. وبعد ما بيمشي شينمي بيتكلم مع كيرا وبيقول لها على ما اظن كده ان حاله توتا بقت احسن. فبتستغرب كيرا وبتقول له على فكره انا مش فاهم. فشينمي بيقول لها للاسف انا مش هقدر افهمك دلوقتي لان الحاجات دي كلها سريه. فبتغضب كيرا وبتقول له هتتكلم ولا خلص عليك. وبعدها بنشوف توتا واقف مع العامله ديت وبيقول لها انت متاكده ان الحجز في المسابقه خلاص خلص؟ فبترد وبتقول له للاسف ايوه اكتملوا سامحني. وبنشوف موزو واقفه مع توتا وبتقول له انا اسف عشان ما قدرتش اساعدك في الموضوع دوت. فبيقول لها عادي مفيش اي مشاكل هشترك السنه الجايه. فهي بتفرح كده وبتقول له ايوه هي دي الروح المطلوبه انا كده عايز اتجوزك. فبيرد توتا بيقول لها لا شكرا مش موافق. ومره واحده بتظهر جده موزو وبتقول له اهلا بك يا توتا انا ايكي ودي كورورو صديقه قديمه ليا وهي دلوقتي مديره الفنون القتاليه. وبتتكلم المديره وبتقول لها انا اسمي كاتسومي رئيسه الاكاديميه ديت. فبيستغرب توتا وبيقول لها يعني هي كل دي اكاديميه؟ فبترد وبتقول له ايوه وجدك كان بيشتغل هنا من 80 سنه واحنا كنا الطلاب عنده. كلم ايكي مع موزو وبتقول لها احنا هناخد منك توتا فتره قصيره بس عشان احنا عايزينه يعمل مهمه كده. وبعدها بنروح نشوف كريم بيتكلم مع يوكيمي ويوكيمي بتقول لها انا هروح دلوقتي عشان اصدقاء عاملين اجتماع وانا لازم اكون هناك. فكريم بتقول لها انا هاجي معاك علشان تكوني في امان. وبعدها بنروح نشوف توتا واقف في المكتب بتاع جده وبيقول هو ده الفصل بتاع جدي ناغي صح؟ فبترد ايكي وبتقول له ايوه جدك انتقل للمدرسه ديت لما كان عنده 10 سنين ولكن فجاه في واحده بتظهر كده وبتخض توتا وبتقول له انا اسفه ان انا خضيتك. وبالمناسبه الشخصيه دي بيكون اسمها سوسي. وبتقول له اهلا بيك يا توتا انا سعيده جدا ان انا شفتك. فبترد ايكي وبتقول له ان دي سوسي واحده من اصدقائك في الفصل وبس كده نكون. وتوتا بيقول لهم انا فرحان جدا ان انا شفتكم. وبنخرج نشوف موزي واقفه بره وبتقول انا لازم ادخل جوه واشوفهم هم بيعملوا ايه بالظبط. وساعتها بتظهر كيري وشينمي وبيقول لها هو فين توتا؟ وهي بتقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا اصلا وازاي جيتوا؟ فكيرا بتقول لها ما تغيريش الموضوع احنا جينا هنا عشان ناخد منك توتا يا منحرفه. فبتتفاجئ موزي وبتقول لها اكيد جدتي ما بتعملش حاجه مظبوطه صح؟ بعد كده بنرجع نشوف اكني بتتكلم مع توتا وبتقول له انا مش مصدقه ان انا شايفه حفيد نيغو قدامي. فتوتا بيرد عليها بيقول لها ايوه بس للاسف انا مش حفيده. فبترد عليه وبتقول له اكيد انا عارفه انك نسخه انت عرفت بالموضوع مش كده لكن ده كله مش مهم. المهم انك فيك شبه منه كبير جدا. وساعتها بتحضنه وبيجروا بقى الموجودين وبيحضنوه هم كمان. بنشوف سوسي بترد على التليفون وبتقول لهم انتوا متاكدين ان هو اتصاب اصلا؟ انا عارف مين البديل اللي هيشارك في المسابقه دي. وبعدها بنروح نشوف المذيع وهو بيقدم توتا للجمهور وبيقول له اللي هيلعب قدام توتا شخص مقنع. وهو لما بيبدا المباراه بيهجم على كيلوتس لكن هي بتستدعى سيف كده بالسحر بتاعها وبتقدر انها تصد للهجوم. وفوق كل ده بتقدر ان هي تبعده وبتروح تهجم عليه وبتطيره. وتوتا بيقول لها انا شخص محظوظ ان انا هقتل واحد كوي. فهي بتقول له شخص محظوظ يا لا فتى. وساعتها بتهجم على توتا وتوتا حرفيا حاسس بضغط كبير جدا. وبعدها بنروح نشوف كروم واللي حاسس بشعور سيء جدا قدام الشخص دوت علشان جسمه كله ملطخ بالدماء. وبعدها بنروح نشوف المتسابق اللي اتصاب بيكلم سوسي وبيقول لها هو ده الشخص اللي بيقتل توتا هو نفس الشخص اللي هجم عليا. فبتستغرب سوسي وبتقول ان ده اكيد كان فخ لتوتا. وبعد كده بنرجع للمعركه اللي كولوس بتهجم على توتا لكن توتا بيقدر ان هو يتفادى الهجوم ولكنها بتفعل سحرها وبتقدر تهجم عليه لكن برضه بيقدر ان هو يتفاداها. وتوتا بيهجم عليها لكن هي بتمسك السيف بتاعها بتقول له على فكره انت شخص مقزز جدا والغرائز بتاعتك قويه جدا بس اصلا مش بتاعتك وبتقدر ان هي تطيره بعيد يا صديقي. وكيلتس بتقول له ايوه انت نسخه رخيصه جدا ودنيئه. وساعتها بترفع السيف بتاعها بطول ميمه وبتظهر يا صديقي دايره سحريه كبيره فوق وبتنط على توتا يا صديقي بالسيف بتاعها وبيطلع نار حرفيا بتقسمه لنصين وسط صدمه كل اللي موجودين. واصدقائه يا صديقي بيكونوا قلقانين عليه جدا وبيكونوا شاكين ان كيلتس بيغش لكن بيقولوا انا مش هنقدر نعمل اي حاجه عشان هو عامل حاجز قوي جدا وانا حتى مش قادر اكسره. لكن يا صديقي انت فاكر ان توتا يسكت على كده؟ لا والله بيقدر يا صديقي يقوم تاني وبيلحم جسمه وفوق كل دوت يا صديقي بيستخدم قوته والمره دي برضه نفس اللي حصل مع حكايته وبيهجم عليه على طول وهي يا صديقي بتخرم بطنه بالسيف بتاعها. وبعد كده بتنزل عليه سيوف كتيره وبتوقعه في الارض وبتقول له انت عارف ان السيوف ديت مستنسخه من السيف اللي مع جدك كأنه هو اللي بيستخدمه بالظبط. وفوق كل دوت انت نسخه. وتوتا بيقول انا عايز اعرفك حاجه واحده وهي ان انا عضو من فريق كوهيمي وانا هقضي عليكي دلوقتي. وفعلا بيحرر نفسه. وكيلتس بتقول له انا هموت واخلص عليك بس للاسف مش هقدر. ومره واحده يا صديقي بيصغر نيغي وبيقول له اهلا بيك يا توتا هنا علشان اخدك معايا لقمه البرج واحنا عايزينك ومفيش غيرك هيقدر ينقذ العالم دوت. وهو بيقول له انا انقذ العالم ده عندها. وبيقول له انت اكيد عايز تاخدني زي ما عمل فايد بس انا مستحيل اجي معاك لانك ما دورتش عليا في العاصمه. فنيغي بيقول له لا انا جيت المدينه بس ما قدرتش اخدك معايا وهو انك عندك واحده جامده جدا وهي يوكيهيمي قويه بطريقه مفتريه. وفعلا بتظهر يوكيهيمي وبتفعل سحرها وبتنزل على الحاجز دوت بالسحر بتاعها وفعلا بتكسره وبتنزل لتوتا بتقول انا اسفه على التاخير. فنيغي بيقول لها بدل ما انت هنا انا ما عنديش اي خير غير ان انا اقتلكم هنا جميعا. وفعلا يا صديقي بيفعل سحر كده وبيقدر ان هو يكتف يوكيهيمي. وبعد كده بيظهر شخصين كمان وتوتا بيكون قلقان عليها لكن في شخص بيظهر وبيقول له ده مش الوقت اللي انك تقلق على حد وبينزل عليه بالسيف بتاعه. لكن كارين وشينمي يقدروا ان هو يتصدى ليه. وكيرا ساعتها بتحدف
السيف بتاعه لتوتا، ويوكيمي بتقدر ان هي تخرج من السحر اللي متكتفها، ونيغي بيقول لها وانت فاكره انك هتقدري تهزميني زي المره اللي فاتت ولا يا ماستر؟ وهم بيردوا عليه بيقولوا له لا احنا حمايه يوكيمي ومش هتقدر تلمس شعره منها، وفوق كل ده انت مش هتقدر تعمل اي حاجه لتوتا. ويوكيمي بعدها بتقول لتوتا احنا مش نقدر نهزمهم بسهوله لان الفرقه متكونه من 3 اشخاص اقوياء جدا، الاولى محققه سحريه واسمها يو، والثانيه قارئه العقول واسمها ندريك، والثالثه ممارسه قويه جدا واسمها جاك. ومره واحده صديقي نيغي بيحدث وساعتها كل الحاجات بتطير، كله بمعنى الحرفي. فبتتكلم كده وبتقول لهم انا عندي حل ليكم، احنا مش عايزين نقتلكم، لو انتوا عايزين توتا لازم تقنعوه ان هو يروح معاكم، احنا مش عايزين اي قتال. فبيستغرب توتا بيقول لها انت بتقول ايه يا وليه انت؟ فبتتكلم ندريك وبتقول ان كيرا عايزاها توقفهم باي شكل من الاشكال وساعتها تهجم عليهم فجاه. فيوكيمي بتقول مفيش اي فايده، الفريق قوي جدا. فبتتكلم يو بتقول لها احنا مش هنمشي من هنا غير لما ناخد توتا معانا، عشان توتا مجرد ازاز سحريه. فبيتضايق توتا بيقول لها انت ازاي تقول عليا كده، انا مش مجرد ده. ومره واحده بيختفي توتا في دوامه سوداء، وبعدها بنروح نشوف توتا هو واقف وبيقول هو انا فين وايه اللي جابني هنا اصلا. وساعتها بيظهر شخص بيقول له انا جبتك هنا، والشخص دوت يا صديقي بيكون اسمه كيت، انا جبتك هنا عشان اقنعك تروح مع نيغي. فتوتا بيقول له انا مش فاهم حاجه فهمنا اكتر، وهو بيقول له انا صديقي يوكيهيمي وانا هفهمك كل حاجه. وساعتها بتظهر يوكيهيمي وهي بتقع، لكن نيغي بيجي وبيلحقها. فبيستغرب توتا وبيقول له ده مش جدي الحقيقي مش كده؟ فبيقول له لا ده جدك فعلا الحقيقي. وساعتها بياخده عبر الزمن، وساعتها بيخليه يشوف ذكريات جده مع يوكيهيمي. وبعد ما بيخلص ده كله توتا بعد كده بيشكره وبيقول له شكرا ليك انك خليتني اسافر عبر الزمن واشوف ضحكه يوكيهيمي اللي ما شفتهاش قبل كده. فكيت بيقول له لا يا عم مفيش اي حاجه للشكر غير كده وكده، انت مش عبر الزمن وكل اللي انت شفته ده حقيقه. فبيتخض توتا بيقول له انت بتتكلم بجد؟ وفعلا بيلاقي يوكيهيمي واقفه قدامه وبتقول له انت جاي تعمل هنا ايه يا توتا؟ وقبل ما يرد عليها بتظهر سحرها وبتكتفها. فبيتعصب توتا بيقول انا عايز بس اعرف ايه اللي بيحصل هنا. فبيرد كيتو بيقول انا ما قلتلكش ان انا اعرفك كل حاجه. وساعتها بيضربه بالسيف والسحر ده بيقول له انا ابوس سحر البدايه وانا جيت هنا عشان اخلص عليك انت ويوكيهيمي. وبعدها بيروح ليوكيهيمي وبيقول انا مستحيل اسيبك تلمسها. فبتعيط يوكيهيمي وبتقول له انا اسفه يا توتا علشان اذيتك كتير وعارفه انك مالكش ذنب في اي حاجه من دوت. فبيرد توتا بيقول لها ما تعيطيش انا جنبك، انا مش هسيبك مهما حصل. فبيتضايق السحر البدايه وبيهجم عليه وبيحصل انفجار كبير، لكن هم بيقدروا ان هم يتفاداه. وبعد كده يوكيهيمي بتقول له ان الشخص ده اي حاجه بيتخيلها بتبقى حقيقه، ويوكيهيمي ساعتها بتفعل تعويذه وبتقول له ان القتال الحقيقي هيبدا دلوقتي. وهو بيقول لها تمام يعني هنقدر نهزمهم صح؟ وهي بتقول له خلي بالك وفعلا بينطركوا لهناك. وبص ساعتها يا صديقي بيتحول لجد توتا، وساعتها يا صديقي بيهجم على يوكيهيمي وتوتا حرفيا بيطيرهم بعيد. وبعد كده يا صديقي يوكيهيمي بتجمع كره كده قويه في ايديها وبتحدفها عليه، لكن هو حرفيا يا صديقي بيقطعها في لمح البصر. وتوتا بيكون هيهجم عليه، لكن يا صديقي نيغي بيظهر قدامه وبيضرب البنيه بيطيروا حرفيا وبيروح يكمل على يوكيهيمي. ولسه توتا هيتحرك الا بيلاقي في اشخاص بيجوا يسحبوه، وبيكون يا صديقي الاشكال ديت متجسده على اصدقائه وهو غارق في الظلام كده يا صديقي. لكن في واحده بتظهر وبتقدر انها تكسر الابعاد اللي هو كان فيها، والبنت دي يا صديقي بيكون اسمها اسونا. وهو بيقول انا سمعت الاسم ده فين؟ وهي بتقول له انت سمعت الاسم ده من يوي. وساعتها بتظهر يوكيهيمي وبتقول له انت ايه اللي جابك هنا يا غبي؟ فبترد اسونا وبتقول له انا جبته هنا عشان انقذكم من شر بوس. فبتضايق يوكيهيمي وبتقول لها احنا مش محتاجين اي مساعده. والاثنين يا صديقي بيفضلوا يتخانقوا، كيرا واصدقائه بيفضلوا ينادوا على توتا وبيقولوا انت ازاي جيت للمكان دوت؟ فبيرد بيقول لهم انا حتى انا مش عارف، على ما اظن كده ان انا مسافر عبر الابعاد. وبعدها بنشوف اسونا بتتكلم وبتقول له انت دلوقتي هتخلص على بوس وهنرجع للزمن بتاعنا، بس قبل ما نمشي من هنا لازم تعرف ان فريق ناغي قوي جدا. فبيرد توتا وبيقول لها ما تقلقيش يا جدتي. وفعلا بوس بيظهر، ولكن هي صديقي اسونا بتقدر انها تهزمه بضربه واحده. واول لما بتعمل كده فريق توتا بيرجع لساحه القتال، وعلى طول كده بتهجم على اللي معاه السيف دوت بسحر النار وبتقدر تلمسه. وساعتها كارين بتظهر وبتضرب البنيه المقدسه، وشن بيظهر وبيقدر ان هو ينسخ نفسه لاكتر من نسخه، ولكن يون يا صديقي واللي معاه حرفيا بيطلعوا ايده بيقدروا ان هم يدمروا كل النسخ وبيمسكوه، وبيقدر ان هو يفك نفسه وبيربطهم. وساعتها توتا بيتحرك، لكن كليتشي بيقول له انا مش هسيبك، ولكن يوكيهيمي بتظهر وبتكتفها وبتقول لها انا اللي هقتلك دلوقتي. وفعلا حرفيا يا صديقي بتجمدها، وتوتا بيكمل جري على نيغي وبيفعل قوته وبيجي يضرب عليه، لكن يا صديقي بيختفي وبيظهر من وراه وبيتصدى للسيف بتاعه وبيقول له يلا توتا نذهب انا وانت هنقدر ننقذ العالم. وبيقول له لا انا مش محتاج ان انا انقذك. بعد كده بنروح لكارين اللي بتستخدم القبضه المقدسه وبتقول انا لازم نشغلهم ل3 دقايق بس، والشخص يا صديقي اللي بيتضرب منها ولا كأنه حاسس باي حاجه. وشين بيقول برضه انا لازم اخرهم شويه كتار. وتوتا بيقول لنيغي على ما اظن كده ان شخصيتك الحقيقيه موجوده هنا. وبعد كده صديقي نيغي بيتضايق كده وبيظهر من وراه وحوش كتيره، وواحد بيقول له ما تقلقش يا توتا الخالدين هم مصدر طاقه جدك. وفي اللحظه ده صديقي فايب بيظهر وبيتصدى لجده وبيقول له كفايه لغايه كده. ونفس النظام عند يوكيهيمي بتقول له كفايه، وكده هم الثلاثه يا صديقي بيتحدوا على هزيمه نيغي وبيسحبوا روح نيغي من السحر البدايه. وبيتفاجئ نيغي وبيقول لهم انتوا فعلا اصدقاء قويه جدا. فبيرد فايت على نيغي وبيقول له للاسف احنا لسه ما خرجناش روحك بالكامل، بس انا عندي حل، والحل هو ان انا وتوتا هنخرجك من جسد سحر البدايه، وده عن طريق صنع صوره خياليه في عالم البشر وبعدها نخلص عليه ونمنعه من الاستحواذ على الاشخاص. فبيبتسم نيغي وبيقول له ايوه بس انت لو منعت سحر البدايه من الاستحواذ على الاطفال في المستقبل لازم تقتلني الاول. فهو بيقول له لا مستحيل ان انا اقتلك. فهو بيقول له لا 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 لازم تعمل كده عافيه، لازم تعمل كده علشان تحافظ على العالم. وبيقف جنب توتا وبيقول له انا عايز احكي لك على اسرار كتيره بس دلوقتي للاسف مفيش اي وقت. فبيتكلم توتا وبيقول له انا واثق اصلا لو كان في وقت انت كنت هتقضيه مع يوكيهيمي. فبتبتسم يوكيهيمي وبتجري تحضن نيغي يا صديقي وبتقول له انا اسف على كل شيء بيحصل ولسه هيحصل. فبيرد نيغي عليها وبيقول لها انا اللي هتاسف لك ان انا ما قدرتش احافظ على وعدي.
وبيتكلم مع توتا وبيقول له ارجوك ساعدني، لكن يا صديقي حرفيا مش عارفين يعملوا اي حاجه. فايب بيهجم عليه لكن بيكهربوا مكانه نفس النظام عند يوكيهيمي، وتوتا لسه يتحرك ان هو كمان برضه يا صديقي بيفنجره، ولكن يا صديقي توتا ما بيتاثرش، شكله بيتحول لابيض كده. وسحر البدايه بيقول له انت بتستخدم سحر النعمه وشيل من الاشخاص اللي كتفهم، لكن هم بيقدروا ان هم يتحرروا. ويا صديقي بتقنيه واحده بيقدروا ان هم يكتفوه بالسيوف، وكان الشخص اللي بيتقتله حرفيا بيديها بنيه بيرقدها على الارض وبيروح يكمل عليها. وبنروح لتوتا يا صديقي اللي سحر البدايه بيجري وراه وبيقدر ان هو يمسكه حرفيا مشخه في السماء وبيكسر بالبرج حرفيا وطاير بيه. وتوتا ساعتها بيستخدم السيف بتاعه بيخليه 10 ملايين طن علشان سحر البدايه يسيبه، فعلا بيسيبه، ولكن اول لما بيطير سحر البدايه بيقدر ان هو يكتفه بسحر البرق، والمكان تحت يا صديقي عمال يتدمر. وتوتا بيقول لا كل الاشخاص اللي بيعيشوا هنا حياه طبيعيه كلهم هيموتوا، بيقول له يا الوقت كم من عدد الاشخاص اللي انت عايز تقتلهم. فعلا يا صديقي بيجري عليه وبيديله بالبنيه بيطيره، بيقول له انت مش بطل ولا برضه جدي، وعمال يضرب فيه حرفيا وبيمسكه بيقول له انقذ يوكيهيمي وانقذ العالم كله. ولكن وفجاه يا صديقي الشخص اللي كان بيقاتل كارين يا صديقي بيظهر من وراه وبيتك السيف في بطنه وبيقدر ان هو يا صديقي يرقده في الارض حرفيا، وتوتا بيرجع لوضعه الطبيعي. وفعلا يا صديقي كل اللي موجودين في حاله يرسل لها، وسحر البدايه بيستدعي السيف كده وبيقول له دي النهايه يا توتا. ولكن في اللحظه دي كيرا بتظهر وبتقول له خلينا ننهي الموضوع دوت، وبتقول له ايه في ايه يلا اعملها، مش هتعملها صح، انت عارف بشاني قوتي، لو انت عايز تعمل كده يلا ورينا تعمل ايه. ولكن هو بيلغي السيف اللي كان يهجم عليها وبيقرب عنها، وهو بيشكرها بيقول لها شكرا ليك انك بتحب توتا للدرجه ديت. وهي يا صديقي بتحرك وبتقول له لا ما بحبش حد. ويو يا صديقي بتقدر ان هي تقرا في دماغها وبتقول لها ايوه انت بتحبيه. ونيغي بيقول له انا فرحان جدا ليك يا توتا. واول لما بتلف يا صديقي لتوتا بتطعن بالسيف في ظهرها، وسكورس هي اللي بتكون عملت كده وبتنزلها على الارض وبتكمل عليها وبتفتح بقها كده وبدور في بقها كده، وفعلا يا صديقي بتطلع سنه من بقها، وحرفيا يا صديقي كيرا عماله تعيط. وفي اللحظه دي يا صديقي حرفيا توتا خلاص اتجنن، لكن كيرا بتقول له انت ايه اللي يخليك مضطرب كده، انت نسيت الخطه ولا ايه، احنا فزنا. وفعلا يا صديقي بتظهر دوامه سحريه من تحتيهم، وبتشوف نيغي يا صديقي بيتكلم مع الطلاب اللي واقفين قدامي دول، والاشخاص دول بيقولوا احنا استنينا 80 سنه عشان نتلم مع نيغي. وواحده بتضرب عليه رصاص الختم يا صديقي، والثانيه بتكتفه، والثالثه بتستدعي جن كده وبيديله بالبنيه، والرابعه بتهجم عليه بالمسدس لكن هو بيتجنبها، والثالثه بتخش عليه لكن يا صديقي بدون اي فايده. وكل التلاميذ على الرغم ان هم بيقاتلوا لكن هم فرحانين جدا، والبنت اللي بتقاتل نيغي حرفيا بيديها بنيه واحده. وفي واحده بتظهر يا صديقي وبتنزل نيغي للارض، وفي واحده بتيجي لتوتا وبتعالجه، لكن هو بيظهر كده وبيقول لهم هو ده كل اللي عندكم، وهو بيستخدم عليهم سحر البرق، لكن في واحده بتتصدى ليه، وفي واحده بتستدعي السيف بتاعها وبتهجم عليه بسحر البرق، ويوكيهيمي بتظهر وبتهجم عليه بسحر التاريخ بتاعها، ولكن يا صديقي بدون اي فايده حرفيا. ولكن يا صديقي في اتنين بيظهروا من وراه وبيدوا له حقنه كده يا صديقي، وفي واحده يا صديقي بتستخدم عليه مسدس القمر الصناعي وبيقول له انت كنت عايز تحمي العالم صح يا نيغي. وفعلا يا صديقي بنروح نشوف نيغي كده، وفي واحده بتجري عليه وبتحضنه وبتكون دي اسونا يا صديقي، وبتقول له انت على ما اظن ادركت الامر، انت على طول بتهتم بالاخرين ولكن ما بتهتمش بنفسك، انت شايف الموضوع انتهى بيك ازاي، وعشان كده هنضم ليكم يلا نقضي وقت ممتع مع بعض. وبعد كده بتقول لتوتا الباقي ليك انت، ولكن نيغي شخصيته بتتغير كده وبيقول لها تمام احنا هننسحب بس عشان اسونا، وهي بتقول له تمام خلي كل حاجه عليا انا. وبعد كده نيغي بيقول له ما تقلقش يا توتا انا هرجع لك تاني. وبعدها بنروح نشوف يوكيهيمي وهي بتنقذ الناس، وبنشوف موزو بتزعق لجدتها وبتقول احنا المفروض كنا رحنا لتوتا علشان نوريه مهاراتنا ونساعده، فبترد جدتها وبتقول لها اسكت انت غبيه، توتا مش محتاج لاي حد اصلا. وبنرجع لتوتا وبيتكلم وبيقول ما تتعبش نفسك يا جدي المره الجايه اللي هجيلك. وتاني يوم بقى بنشوف كيرا بتتكلم مع موزي وبتقول لها انت متضايقه علشان احترفت لتوتا بحب مش كده، فبتزعق كيرا وبتقول لها لا الكلام ده اكيد مش حقيقه، انا ما بحبش توتا اصلا. فبتتكلم كارين وبتقول لها ما فيش داعي للكلام في الموضوع دوت لان توتا ما بيحبش غير شخص واحد. وبعدها بنروح لتوتا بيخبط على يوكيهيمي وبيقول لها انا بحبك، فبتجري عليه يوكيهيمي وبتضربه بالبوكس، فتوتا بيقول لها نفسي اعرف انت ايه اللي بيخليك تضربيني، فبترد يوكيهيمي وبتقول له السبب انك غبي، فبيرد توتا وبيقول لها لا انا فعلا بحبك وعايز اتجوزك علشان اعيش معاك لاخر العمر، فبترد يوكيهيمي وبتقول له ما تتعبش نفسك انا مش موافقه. فبينخد توتا من الراضي وبيقول لها طب ليه ومره واحده بيظهر باقي الفريق من وراه وبيقول له انت ازاي تتجرأ يا ابن الصرمه وتتكلم مع يوكيهيمي كده، وبيهجم عليه بعد كده يا صديقي. يا ريت لاي حد وصل معانا للدقيقه دي يشترك في القناه ويفعل زر الجرس لانك يا صاحبي شفت معانا ساعه فمستني ايه غير كده. يا ريت اي حد وصل بجد معايا للدقيقه دي ادعي لي بالشفاء يا جماعه، انا عينيا متدمره وتعبانه جدا وعندي مرض مزمن فيها، واللي ما يعرفنيش انا اللي بظبط الفيديو وبعمل الصوره وبظبط يعني شويه حاجات في الفيديو. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم بجد، ولو في اي حاجه ممكن نطورها في الفيديو فيا ريت تقول لي يا ريت، لان ده شيء هيفرق معانا جدا حرفيا.